بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة استثنائية من بث مباشر مع واحد من نجوم الرياضة في مصر، واحد مثل مصر على المستوى الدولي، لعب كأس عالم للناشئين، لعب للنادي الأهلي، ولعب لمنتخب مصر طبعا، كان عنده طموح انه يطور من نفسه وان هو يؤهل نفسه بشكل كويس جدا عشان يصبح قيادي يلاقي نفسه. عنده وجهة نظر، عنده رؤية، عنده فكرة، عنده يعني طموح، عنده حاجات كتيرة جدا جدا تتعلق بكرة القدم. النهاردة احنا شفنا طبعا منتخب المغرب في كأس العالم، شفنا منتخب السعودية بيهزم منتخب الأرجنتين، شفنا تونس بتكسب فرنسا، شفنا امبارح المنتخب المغربي بيفوز على البرتغال، وقبل كده فاز على كندا، وقبل كده فاز على بلجيكا، وقبل كده فاز على إسبانيا. فطبعا دي كلها حاجات مؤشرات بتخلينا طبعا كعربي نبقى فخورين بمنتخب عربي. لكن فين منتخب مصر من كل ده؟ فين الرياضة المصرية من كل ده؟ هل الوضع الرياضي المصري في كرة القدم يبشر بالخير؟ هل المسؤولين عن الرياضة الموجودين في مصر كفاءة أو عندهم من الكفاءة إن هم يقودوا سفينة الرياضة المصرية للوصول إلى المستويات العليا؟ دي كلها أسئلة. هل في إعداد للمدربين؟ هل في تطوير للمدربين؟ طيب هل في ملاعب جاهزة تحتضن كل المواهب ديت؟ هل في قطاع كبير في الرياضة في الأرياف؟ الرياضة في الأرياف اللي هي مصدر الناشئين أو البؤرة اللي بتصدر الناشئين لكل حتة في مصر. كل دي أسئلة. هل الأندية متمسكة بالنادي بتاعها أو والأندية متمسكة باللعيبة بتاعتها؟ كل دي أسئلة هيجيب علينا وهيجاوبنا عليها كابتن هاني صديق، النجم بتاعنا واحد رموز ناشئين او ناشئين في النادي الاهلي، والراجل اللي شرف مصر على المستوى الدولي في كاس العالم بمنتدى كده. معايا ومعاكم اخويا وصديقي طبعا كابتن هاني صديق. صباح الفل يا كابتن هاني. صباح الفل يا كابتن هاني. صباح العسل وعلى كل مشاهدينك وعلى كل حبايبنا. ربنا يخليك يا كابتن هاني، صباح السعاده، صباح الفل. انا طبعا عاوز اقول لك ان انت وحشني جدا جدا، وكل اصحابنا في الامارات، والفتره اللي احنا قعدناها مع بعض في الامارات، والفتره ديت كلها كانت فتره عزيزه علينا. واكيد طبعا الناس اللي مش هيبقوا معانا في اللايف دلوقتي اكيد هيشوفوا الحلقه دي لان انا هبعتها لهم طبيعي. فانت واحش الجميع كلها. قول لي بقى يا كابتن هاني، مشوار الكابتن هاني باختصار شديد كده في الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا راجل فلاح، بدأت لعب الكورة في كفر صقر مركز شرقية وأصول. تمام، ديت الأصول بتاعتي. بدأت في كفر صقر عن طريق الله يرحمه الكابتن محمود عباس، كان دي صاحب فضل علينا، راجل كان زي أبو الناشئين في مركز شباب كفر صقر، وكان حقيقة هو السبب. وهو وعمي محمد أبو حسين اللي راجل خريج تربية رياضية، مدرب كان ساعتها في نادي الأخدود في السعودية. كانوا شايفين وأنا صغير في موهبة يعني، وكان في دعم ليا في الموهبة ديت، وتدرجت الموهبة دي لحد ما رحت اختبارات النادي الأهلي. ولما رحت اختبارات النادي الأهلي أنا أتذكر اليوم ده. مين اللي قابلك في النادي الاهلي يا كابتن هاني؟ مين اللي قابلك في النادي الاهلي؟ كنت رايح في القطر أنا وأخويا الكبير دكتور حسام، دكتور الجيولوجي، وزي اي واحد من الفلاحين المصريين او اللي هم احنا في الفلاحين يعني، ما انا صح رايح مصر بقى واول مره يروح القاهره وراكب القطر، وبقول له ده انا قاري في الجرايد ان هيبقى فيه منتخب للفريق 16 سنه رايح كاس العالم في تورنتو كندا السنه الجايه. فضحك قال لي يا عم انت بدل ما تروح يختبروك في الاهلي وتنجح في الاهلي وتلعب في الاهلي الاول، وبفكر في كاس العالم وتورنتو، وانت احلامك كبيره قوي يعني، وقعد يضحك عليا. فسبحان الله تشاء الصدف ان انا فعلا اروح اختبر في النادي الاهلي. كان مين بقى بيقابلني في النادي الاهلي هو ده اختبارات؟ السؤال كنت الكابتن راح اقول لك، انور. مين جيلك في النادي الاهلي يا كابتن هاني؟ الجيل بتاعك مين في النادي الاهلي؟
الجيل بتاعي اصدقاء يعني كابتن جمال مساعد، كابتن احمد يونس، كابتن عبد الحميد فتح الله ميدو، كابتن مشير حنفي، كابتن وليد صلاح الدين، في اسامه محمود، في اسامه الهجان، فيه جمال صبري الله يرحمه، فيه مين، احمد فؤاد، فيه تامر حفني. يعني في مجموعه كويسه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وبالنسبه الجنرال خالد غندور من الزمالك، مصطفى ابراهيم من الزمالك، حازم سمير من الزمالك، يحيى نبيل من الزمالك، كان في سيد السويركي من الاسماعيلي، كان فيه بالنسبه لحراس المرمى يعني باسم خيرت من الشمس، كان فيه عصام عبد المنعم من ترسانه، كان فيه محمد سلام الله يرحمه من نادي الاولمبي، يعني كان فيه مصطفى صادق، كان فيه حمزه الاسماعيلي، كان فيه القط المريخ، كان فيه ابو جريشه الاسماعيلي. يعني مجموعه انا مش قادر يعني افتكرهم كلهم، لكن احنا مجموعه كبيره يعني. قول لي بقى يا كابتن، اختيارك المنتخب جه ازاي؟ ومين اللي قابلك في المنتخب؟ الحقيقه انا كنت محظوظ ان انا طبعا الحمد لله لما رحت النادي الاهلي استطعت في فتره بسيطه، كنت انا الجناح الايمن الثالث، يعني انا كنت ثالث واحد، وفي استطعت في خلال شهرين قبل الاول وواحد منهم يمشي والتاني باحتياطي ليه. وطبعا كنت رايح الاول شرقاوي اصلي فصلي، يعني لما الكابتن يجي اقول للكابتن ايجا. انت عارف ان اه الشراقوه يقولوا ايجا، كلمه ايجا. طبعا طبعا. فلما الكابتن يجي مثلا اقول كابتن ايجا، فطلعوا عليا ساعتها هاني ايجا. اه يعني ايه، ايه يا كابتن انت عارف ايه؟ بقى بتاع هم كفر القاهره، الصقر تقصد يعني؟ بتوع القاهره يصطادوا الشراقوه بقى واللغه بتاعتها. اه فايه طيب انا كابتن عشت في الشرقيه 4 سنوات، خلي بالك. انا عشت في ف- الشرقيه 4 سنين. عشت في فبيختاروا الزقازيق 4 سنين. يطلعوا طبعا علينا حاجات. كان في واحد، كان في حارس مرمى اسمه هاني في الفرقه، فعشان يفرقوا بين هاني صديق وهاني محمد كان اسمه هاني محمد، فقالوا بقى يقول عليا هاني ايجا، فمعروفه خلاص ده بتاع الشرقيه هاني ايجا. دي كانت البدايه بتاعتي في النادي الاهلي. قول لي بقى نبذه كان بسيطه في عن مباراه اهلي عن والزمالك. مشاركتك في كاس العالم للناشئين يا كابتن هاني. بقول يعني قول لي حاجه لك كان بسيطه في عشان لان انا عاوز كان استفيد في منك في مباراه حاجات اهلي كتيره والزمالك. للمستقبل يعني. كان في مباراه الاهلي والزمالك في 100 عقبه، وكان من زمان الاهلي والزمالك ما لعبوش بعض كناشئين في الاستادات نفسها. وكان وفوزنا 1-0، وانا كنت جبت الهدف بدماغي، وكان ماتش مميز. وعلى حظي طبعا كان كابتن طاهر بصري الله يرحمه، الله هو يرحمه. كابتن احمد رفعت وكده، وكانوا بيتفرجوا على المباراه وبيبداوا يختاروا نواه من منتخب مصر تحت 16 سنه تصفيات كاس العالم اللي كانت اخرها في تورنتو في كندا. فده كان يعني السبب ان انا اختاروني كنت من اول مجموعه اختاروني، كنت انا ووليد صلاح الدين وجمال مساعد ومحمد يوسف واحمد فؤاد باك ليفت من النادي الاهلي، حوالي 4 لاعبين من النادي الاهلي. دي كانت البدايه. اه قول لي بقى يا كابتن هاني، رحلتك بقى بره مصر في الكوره، يعني احكي لي بقى عن سافرت الامارات ازاي، او بعد النادي الاهلي، او فتره الامارات طبعا، وانت كنت شوف نجم يعني كبير حقيقه جدا، واحد انا هداف انا انا الدوري هناك راجل في انا الامارات. راجل رومانسي. اللي يعرفني من قرب، انا راجل رومانسي حبيب، يعني ما تعرفش الشراقوه انا وال... حضرت الفرح، خلي بالك ها. انا ايوه. حضرت الفرح فمش عاوز وشغل اقول، خلي بالك. وشغل جوابات وحبيبه درجه اولى يعني. انا حضرت للاسف. الفرح. انت حضرت فرحي في انجلترا، لكن كان ليا قصه حب في مصر. ودي كانت اه سبب ان انا يعني مش عايز اقول لك ان انا سبت النادي الاهلي في سن صغير، مع اني كنت نجم. يعني في النادي الاهلي وانا في الناشئين كان انا ووليد صلاح الدين من اللعيبه اللي كل الناس بتتكلم عنهم. لكن انا كنت بعاوز اتجوز واحده، ورحت اتقدم لها، لقيت ابوها طالب مني حاجات 150 الف جنيه في الوقت ده. فقلت ايه، عشان اكون نفسي لازم اطلع منطقه الخليج، يعني العب لي في اي نادي هناك اجمع الايه الفلوس والكلام ده كله. وفعلا خدت قرار اطلع سلطنه عمان، ورحت عمان ومنها على ابو ظبي. وبعد كل ده، بعد ما جمعت فلوس، جيت لقيت البنت قالت لي هتجوز واحد تاني. فللاسف يعني من الاسباب، تخيل الاسباب اللي انا سبت النادي الاهلي وانا كنت نجم، وما استنيتش يعني لما اكبر في النادي الاهلي في الفتره ديت. ورحت كابتن حسن شحاته ربنا يديه الصحه، كان ساعتها بيدرب سلطنه عمان، وقال لي تعالى معايا. ورحت معاه في سلطنه عمان و... وعملت نتائج كويسه. تخيل انا في سنه اخذت هداف الدوري العماني وهداف دوري المؤسسات في ابو ظبي. يمكن ابو ظبي ساعتها زي ما انت عارف
ما كانش في احتراف، كان في دوري مؤسسات. وانا ساعتها كنت بلعب في نادي في عمان، فكنت بلعب هناك هداف الدوري على مين؟ كان ساعتها نادي السويق بيلعب فيه خيري وتيمومي نجوم منتخب المغرب. كان خيري الهداف وانا كنت الهداف الثاني، لعبوا وبعدين كاس عالم 90 وكسب البرتغال برضه سبحان الله. ايوه. اه فانا كنت هناك في وتيمومي قطر كان عمان احسن وعارفه. لعيب في افريقيا. مظبوط. احسن لعيب في افريقيا. كابتن تيمومي ده حاجه احسن لعيب في تفرح وانت افريقيا. تتفرج عليها يعني. اه طبعا. ف يعني ده السبب اللي انا سافرت الخليج بدري وطلعت على سلطنة عمان، وكنت عندي إصابة في العضلة الخلفية ورحت أعالجها في نادي الجزيرة الإماراتي. وبالصدفة هناك تعرفت على إخواتي بقى، كابتن محمد الأسيوطي، كابتن عبد الله سالم الله يرحمه، كابتن محمد شوقي، الله يرحمه كابتن عبد الله محمد سالم رياض جميل. منصورة. الناس حبايبي دول شافوني هناك وقالوا لي ليه ما تلعبش معانا؟ كان ساعتها في رمضان وهيلعبوا دوري كاس كاس السلطان رمضان، بالكارت. الكاس ايوه. كاس شيخ وكانوا سلطان خسرانين من مباني تجاريه اول مباراه، وقالوا لي احنا عاوزينك تلعب معانا وكده. فدي كانت بدايتي. ربنا كرمني في اول مباراه لعبتها، جبت يعني زي هدف عالمي كان حضره لي على الطاير. كان حضره لي كابتن محمد شوقي من المنصوره، طبعا حاجه محترمه جدا، لعيبه هشام شوقي. هشام. هشام شوقي. ايوه هشام شوقي، ما شاء الله ذاكرتك انت زي العسل. اه لا هشام شوقي طبعا. ومن ابو عبد الرحمن يا اللحظه اخي ده راجل ديت حدثنا طبعا، تمسكوا ونجم بيا كبير بقى في وانا المنصوره خلي بالك. كابتن هشام. يعني كان حاجه نجم كبير حاجه جدا من هشام فرقتك شوقي بقى، انا ده. عارفهم طبعا. انا عارف الفرقه، بس انا عاوزك تقولهم لي انت يا كابتن هاني. انا عارفهم لان انا كنت في الفتره دي هشام موجود شوقي معاكم، ده يعني ليا الشرف طبعا. كانت رجله مسطره. يعني هشام شوقي انا بعتبره من اللعيبه اللي زي الكابتن طاهر ابو زيد وزي الناس دول اللي هو انكر رجلهم ده يتلف الذهب. يعني او زي ابو تريكه نفس الكلام. هشام شوقي يعني ممكن برجله كده يحرك كده رجله يمين، يحرك شمال، يغير اتجاه الملعب واتجاه الكوره بسلاسه. وانا حقيقه كنت بلعب على عينيه. يعني انا اللي صيطني واللي اداني وضعي هو هشام شوقي، لانه كان بيصنع العاب بما معنى تحمله كلمه صانع العاب حقيقه. ربنا يديله صح. مين تاني بقى غير كابتن هشام شوقي؟ كان في افكرك انا عبد ولا الله لا، صديق ولا من قول انت؟ اللعيبه. كان عبد الله صديق من اللعيبه اللي انا بعتز بيهم من النادي الاولمبي، وحاجه محترمه جدا. في كابتن سامح بيدرب حاليا في البلديه. انت طبعا عارف الاسامي اكتر جايز آه مني. طبعا. انت آه، نسيت وائل السيسي، كابتن وائل كابتن السيسي. وائل السيسي دلوقتي طبعا ماسك اوعى دلوقتي تنسى. ماسك مدير قطاع قطاع الناشئين الناشئين في نادي نادي شباب الجزيره. اهلي دبي، وعامل طفره. وبرده كابتن وائل السيسي من الناس اللي مش واخده حقها في مصر. يعني هنتكلم في النقطه دي طبعا طبعا، زي ايمن الرمادي كده يا زي كابتن. ايمن رمادي لما جه مصر وجاب احنا هنيجي الاسوان. للحته دي، بس احنا بنتكلم في الذكريات يعني. يعني طيب كابتن وائل نسيت السيسي، كابتن اشرف محمد خضر، كابتن رياض، اشرف خضر. كابتن محمد رياض، كابتن اشرف خضر المدرب الكبير في الاسماعيليه دلوقتي ماسك هو كابتن ايمن حسين ماسكين اه طبعا. نادي اه طبعا كابتن ايمن كهرباء ولا حسين. حاجه زي لا كده؟ كهرباء. كابتن ايمن حسين حاجه ما شاء الله، ماسك اكاديميه النادي الاهلي كمان. ايمن حسين من الناس المحترمه جدا. مين كان معانا؟ كان كابتن محمد اشرف الاسيوطي. خضر نسيته. محمد الاسيوطي. لا كابتن اه اسيوط حاجه جميله، كان الهداف بتاعنا موجود ومنتخب معانا. مصر. طبعا الكابتن عبد الله سالم الله يرحمه من الله الناس يرحمه، اللي يعني نجم النادي المصري طبعا. نادي المريخ، وعلي سالم اخوه اه الباك طبعا رايت كابتن علي. اه حاجه محترمه جدا. كان كابتن معانا محمد الكابتن رياض. رأفت قطب. كابتن رأفت قطب. ورأفت قطب طبعا. رأفت ده كان الكابتن لعيب عزت. حاجه مش الكابتن ممكن. سيد غريب الله يرحمه. الله يرحمه. آه، مين تاني فكرني كابتن كده. اقول لك بقى واحد تاني مدافع، كان من احسن المدافعين عدنان ممكن في تاريخ صابوني الكره الله يرحمه العربيه. من سوريا. عدنان انا صابوني من بصراحه اقول الناس. لك عدنان صابوني. عدنان. عدنان صابوني ربنا يرحمه كان من الناس عدنان مات. جميل جدا من سوريا. عدنان صابوني توفى للاسف. لا حول ولا قوه الا اه بالله. اه ده شخص في منتهى منتهى الادب وفي منتهى الادب، وكان الاحترام. معايا في نفس السكن حقيقه لما رحت. لا كان حول. ليا الشرف ان هو يبقى معايا في كابتن نفس السكن. محمد رياض. كابتن محمد كابتن محمد رياض. رياض طبعا ده لا غنى عنه. وهو اه طبعا يعني الفاكهه اخونا بتاعتنا بتاع الكبير، بلدنا. الراجل اللي استقطبنا كلنا بقلبه واحترامه ومجدعه المنصوره حقيقه. بصراحه هي المنصوره كلها يا جدعان يا كابتن هاني. بامانه فعلا حقيقه كل كابتن الناس علاء اللي فرج الله. كابتن علاء فرج الله صحيح. انت يعني فكرني انت انت مش انت يعني. ناسي خالص، انت اه مركز في الرومانسيه بس. بنتكلم 35 سنه يا كابتن، لا يعني 35 لا سنه. ربنا يديك الصحه يا كابتن هاني. احنا بنلعب الفتره دي. وبرضه الفتره لكن كانت فتره جميله ديت جدا في اتنقلت حياتي من حقيقه. المشتريات، جيت معانا البلديه. وبعدين ايوه سبت المشتريات، جيت معاكم البلديه لمده ما اعتقد سنه يعني او سنه وسنتين. وكنت كسرت ساعتها انا اتجوزت. الدنيا ومشيت. كنت ساعتها
اتجوزت كنت باجي البلديه ومعايا بنتي ساره، احطها طبعا، كده ربنا على يخلي يا الخط. رب. بس قبل على صراحه احنا الخط كنا بنروح بقى هناك، احنا كنا ايوه بنلعب آه. بيها بقى، مش بنفضل نلعب عاوز اقول بيها. لك ان احنا بنقول لك حرام عليك، انت كنت بتجيب اكل للكلاب، احنا مش لاقيين ناكل وانت قاعد تجيب اكل ليه؟ اكل القطط، القطط كان عندي مدام انجليزيه وبتحب القطط، 18 قطه، 18 قطه في البيت. لا والله احنا حضرنا الفرح كان اه جميل جدا، وكانت حاجه كانت يعني حاجه حقيقه محترمه جدا. ذكريات جميله جدا، وانتوا كاخواتي يعني، عشان بس ابين الجماهير احنا علاقتنا ايه مع بعض وكده. كاخوات يعني، تخيلوا عماد وائل السيسي هو اللي شاهد على جوازي، وفي العقيقه بتاعتي كان هو برضو الشخص اول شخص موجود واحنا بنجيب العقيقه وكده، وانتوا كلكم كنتوا موجودين. صراحه وحقيقه بصراحه عادل ماضي لو افتكر عادل ماضي المدربين وكوريا طبعا، كوريا، يعني دول الشباب كابتن عبد العظيم الوحوش. الشورى، وائل شكري، كابتن وكابتن ناصر عبد عصام، اللطيف، وكابتن عصام، كابتن عصام محاسن. عصام محيسن مدربنا العظيم. اه اه طبعا، فكان الحقيقه كابتن كنا مشائي، مجموعه. اه كابتن مشائي طبعا، شيخ شوشو السوقي. ده كان هداف. والشكل الجميل والطيبه والاحترام، لا يعني مجموعه بامانه من احلى ايام حياتي. وشرفتوني كلكم في الفرح، وكان فرح جميل. وقفنا الشارع على الكورنيش وبعربيه اه طبعا ولفينا اه طبعا ورحنا انا فاكر الكوافير، احنا كنا. كاننا كنا في مصر حقيقه يعني. كانت احلى ايام. وحتى المرات البريطانيه كانت مستغربه يعني من ايه ده، الناس دول جم منين والاحتفالات دي، لكن احنا كمصريين في الغربه دايما مع بعض ودايما يعني. والله رجعتني يا عمده لذكريات جميله انت جدا. انت يا كابتن هاني شخص جميل، وشخص انا عاوز اقول للناس ان النموذج اللي معانا ده راجل متصالح مع نفسه، بيحب كل الناس، ممكن تختلف معاه تتفق معاه في افكاره، لكن كابتن هاني كان متصالح دايما مع نفسه، كان واضح مع نفسه، كان واضح مع الناس. كان سر نجاحه ان هو كان حتى واحنا في الملعب كان بيخدمنا، كان دايما ينبهنا خلي بالك، لا ما تنشنش، لا ركز، دوس هنا ما تدوس هنا، خلي بالك الخصم ده. كان احنا كنا بنحس واحنا معانا مع كابتن هاني، مع طبعا المجموعه التانيه كان كلهم ناس محترمين جدا وكانوا كده، لكن كان هاني كمان له حته ان هو كان بيبقى ليدر في الملعب. فكنت بتحس ان انت ليك كبير في الملعب، لو وقعت مثلا ولا بتاع نفسيا ولا حاجه كان بيبقى في الملعب. قول لي بقى يا كابتن هاني، بعد مرحله الكوره ازاي الكابتن هاني صديق دخل مجال الاستثمار في الرياضه، او ازاي طور نفسه ككادر اداري في مجال الرياضه؟ والله البدايه وانا في انجلترا حقيقه، انت عارف انا سافرت انجلترا مع زوجتي واستقريت في انجلترا كذا سنه، وكنت متخبط اعمل ايه في انجلترا يعني. فبدات الاول باستيراد وتصدير، ده هو مصر مشهوره بالقطن المصري، وعملت شركه هناك اسمها فيرو سيكريتس في الوقت ده. المهم في الوقت ده منتخب مصر كان جاي لاعب منتخب كوت ديفوار في لندن في مباراه وديه. وانا طبعا كنت سعيد جدا، فخدت زوجتي وكانت معايا ساره بنتي الاولى كبيره يعني يعتبر دلوقتي، وحجزت في فندق جنب الفندق اللي فيه منتخب مصر. قلت عشان ايه اروح للمنتخب اسلم عليهم واسلم على كابتن حسن شحاته اللي هو صاحب فضل عليا، وانا في سلطنه عمان لما رحت معاه. فرحت اسلم على كابتن حسن شحاته في الفندق، وكان ساعتها ابو تريكه والمجموعه الجميله بتاعت منتخب مصر. فوجئت ان الكابتن حسن شحاته عصام الحضري عايز جوانتي جديد يلعب بيه المباراه، لان الجوانتي القديم بتاعه فيه مشكله. فقال لي يا هاني عاوزك تنزل بسرعه تجيب لنا جوانتي جديد من لندن، من اي محل من محلات رياضيه لعصام الحضري. فنزلت اجيب الجوانتي ده، وانا في المحل بجيب الجوانتي، فبقول للراجل كان نايك حقيقه. فبقول للراجل انا عاوز كذا كذا لعصام الحضري. فوجئت ان الايجنسي بتاع نايك موجود وعارف عصام الحضري، ان كان في كلام ان عصام الحضري ساعتها يجي نادي تشيلسي بعد ما كان واخد احسن حارس مرمى في حسن. بطوله افريقيا. ف المهم الراجل قال لي انا مهتم ناجي معاك الفندق، وعاوزين نعرض كابتن عصام الحضري ان هو ياخد شنطه بحالها كل احتياجات حارس المرمى فري، حظه انه بس في رجليه. يلبسها في المباراه الوديه. انا رحت حظه في لكابتن رجليه. حسن شحاته وبساله، فبيسال الكابتن عصام حضري، فعصام حضري قال لك يعني هو ايه بالظبط الوضع؟ فكابتن حسن ضحك يعني وقال له ده فري، مش هتدفع حاجه، انت هتاخد يعني. قال له لو اه هاخد الفلوس عنده خلاص مهمه، ماشي اه يعني. انت فاهم. فدي كانت البدايه حقيقه. كابتن حسن شحاته ساعتها هو اللي نبهني النقطه دي، قال لي يا هاني انت راجل كروي والناس كلها بتحترمك وبتحبك و... وعندك اللغه وعندك كل شيء، ليه ما بتفكرش تبقى وكيل لاعبين على الاقل، بدل الناس ما بتضحك عليهم
وكذا كذا. هو اللي زرع الفكره حقيقه. برضه حسن شحاته. حقيقه هو اللي زرع الفكره دي في دماغي، ومن ساعتها ربنا بدات يزيده افكر خير. جديا ان انا افكر ان انا ابقى وكيل لاعبين. دي البدايه يعني. كويس. وبدات بقى يا كابتن هاني، بدات تتطور، هل بدات تدرس ولا خدتها فهلوه برضه بفهلوه المصريين؟ الحقيقه شوف، انا كنت طبعا لاعب منتخب مصر ولاعب يعني كاس عالم ولاعب والنادي الاهلي، لكن مع ذلك زوجتي حقيقه نصحتني ان اخد دورات تدريبيه في الاتحاد الانجليزي كره القدم. فانا كنت في منطقه دخلت على نادي اسمه كليسبي، نادي درجه اولى به. بدايتي برضو هناك انا كنت رايح كليسبي ده عشان ايه؟ العب كده اتدلع يعني، يوم خميس وجمعه مش عارف ايه. فوانا بلعب نزلت اتمرن معاهم يعني تمرين، وكنت ساعتها عندي 31 سنه او 32. فبنزل اتمرن معاهم، قالوا لي ما تلعب معانا. تلعب معاكم فين؟ قالوا العب معانا، هم درجه ثانيه كده او ثالثه هواه حاجه زي كده. فقالوا لي انت يعني ازاي ما تلعب ده، انت بس نخدم عليك. المهم لعبت سنه، كسرت الدنيا فيها معاهم، وكسبنا نادي نورثهامبتون وعملنا حاجات. فبعديها انا بعد السنه قلت يعني كفايه، يعني مش هقدر العب اكتر من كده. قالوا لي طب تمسك فرقه في النادي. وبدات من هنا ان انا مسكت فرقه في النادي تحت 17 او 18 سنه، وعلى حسابهم هم عملوا لي الدوره اللي هي البدائيه او الدوره الاولى للاتحاد الانجليزي. وبعدين انا خدت الدوره اللايسنس بي بنفسي من مدينه برمنجهام، تبع الاتحاد الانجليزي. ما وخدت شاء الله. التجربه ديت وخدت الدورات ديت ليا بقى كشغل. وبدات منها انطلق ان انا في موضوع وكاله اللاعبين، على اساس ان انا غير ان انا كلاعب كوره عندي خبره، لازم يبقى انت عندك دراسه لقوانين الكره والخطط وتغيير الخطه، والكلام ده كله هيفيدك جدا في اختيار اللاعبين. حتى فعلا. انا في فتره من الفترات، يعني تخيل ان الدوره دي يا كابتن عماد صلحتني نفسيا مع كابتن شعب الشافي. يعني انا كان عندي في النادي الاهلي كابتن كبير شعب الشافي، كان في مباريات ما يلعبنيش وانا كنت ازعل جدا، واقول له ما تلعبنيش ليه؟ فبيقول لي يا هاني انت كنت لعيب سريع، يعني انا كنت لعيب سريع انت عارف، مميز جدا في اه السرعه. طبعا. اه فكان في طبعا. بقى ساعتها كابتن شوقي عاوز يعمل اللي انا هو عاوز اقول نظام. للناس ان الستايل بتاع الكابتن هاني نفس ستايل عماد متعب، ويمكن نفس الطول ومتبتب في الارض، بس يمكن هاني كان عريض شويه ويعني يمكن شويه قوي عن عماد كمان. صح كده ولا انا ببالغ؟ مظبوط، زائد انا كان عندي سرعه، فعلا سرعه كبيره يعني. بس في قوه، كابتن فيها قوه. كابتن شعب الشافي كان بيعمل اللي هو نظام الطاحونه الهولنديه والاوفرلاب والتيك اوفر، وانه عاوز دايما الباك هو اللي يكمل الهجمه. فبالتالي الجناح، انا كنت بلعب جناح، فالجناح لازم يخش لجوه. انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده، لان انا كنت جناح بحب افتح ويتلعب لي ثرو في المساحه، وكنت اضرب اي حد واخش زي ما انت عارف يعني. لكن فكان بيضطر احيانا يحطني الشوط الثاني، يجرب الطريقه الاولى وبعدين الشوط الثاني، لحد ما بدا يلعبني 4-4-2 ويحاول يخليني راس حربه داخلي واطلع افتح. المهم بدا غير فيا حاجات مفيده جدا، بس كانتش على مزاجي، لان احنا بنلعب 4-3-3 ومتعودين 4-3-3، وكنت انا حاطط في دماغي انا فالدوره مصطفى ديت عبده. رجعت العلاقه بينك وبين الكابتن شوقي. ايوه، لان انا فهمت يعني ايه مدرب بيعمل سيستم لفرقه. اي لعيب يحضر في الفرقه يقدر يمشي على السيستم ده، لكن لو هو اعتمد على هاني الصديق سرعته، طب لو هاني الصديق تعور بكره يبقى فرقته ضاعت. يعني انا كان بيعتمد على سرعتي، كلام جميل. طب زي محمد صلاح مثلا، منتخب مصر احنا كلنا بنقول محمد صلاح، طب محمد صلاح تعور، مصر تلعب ازاي؟ واقف ما واقف منتخب مصر. اه. فهو لما يبقى عندك سيستم واللعيب يخش جوه السيستم، معنى ذلك ان اي لعيب هيخش عارف السيستم. طب اكيد في فوارق في تنفيذ، كل لاعب ليه موهبه، وكل لاعب ليه حضوره وليه اختياراته، فبالتالي هيتغير السيستم بقوه اللاعب ده. لكن على الاقل في سيستم كل الناس حافظينه. فبرضه الدراسه مفيده جدا يا كابتن عماد، بدون ادنى شك يعني. انا عاوز استفيد من حضرتك يا كابتن هاني في ان انت بدات تطور من نفسك، ما اعتمدتش ان انت لعيب كوره وما بداتش تطور من نفسك. طب هل كل المدربين يا كابتن هاني، ودي موضوع الحلقه بتاعتي مع حضرتك النهارده، هل موضوع المدربين يطور نفسه، ولا هل كل المحللين اللي هو كانوا لعيبه كوره طلع يحلل، هل هو طور من نفسه، خد دراسات، اعتمد على العلم ولا اعتمد على الفهلوه كمدرب او كمحلل؟ انا عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا. الله يرحمه كابتن طه بصري، يعني آه، تعليميا اللي يعرفه كابتن طه بصري ما كانش واخد شهادات عاليه جدا. كابتن طه بصري علم نفسه بنفسه، وانا كنت بلعب في المنتخب كنت بشوفه
يعني بيدفع فلوس كتيره جدا عشان يجيب. ساعتها كان شرايط فيديو، مفيش بقى التطور العلمي ده، كان بيجيب شرايط فيديو من اوروبا. لا ما كانش ولا كان وكان في انترنت ولا حاجه. انا كابتن حماده الصدقي وانا في انجلترا كان بيطلب مني وانا جاي، كابتن حماده وكابتن شوقي غريب، ان انا اجيب لهم شرايط. وكابتن ناجي خليل، ناجي مدرب حراس المرمى سوري، كان بيطلب احمد مني. ناجي. احمد ناجي يطلب احدث شرايط في اوروبا لحراس المرمى، وياخدوا الشرايط ديت. كان يروح عند السبكي، ان هو كان لها برضو باسورد عشان تتفتح، يفتحها لهم ويطبعوها كذا نسخه على اساس يطوروا نفسهم. وبعديها بداوا يعملوا معايشات ويطلعوا بره. فمعنى ذلك بص، انت كمدرب لازم تطور نفسك سنويا وشهريا، ولازم تشوف احدث حاجه. وبعدين مش بس تشوف احدث حاجه يا عماد، انت تشوف احدث حاجه بما يتناسب مع فرقتك ومع اللعيبه اللي عندك، انت وانت شايف كمان الوضع ده تطور. موجود يا كابتن هاني؟ نعم. انت شايف الوضع ده والفكر ده اللي حضرتك المتطور اللي حضرتك بتتكلم ده موجود؟ الحقيقه كان موجود في العصر، تخيل يعني المدربين الاقدم كان موجود عندهم، كانوا بيجتهدوا مع انهم كانت اسامي كبيره جدا، وكانوا بيجتهدوا. كابتن حلمي طولان، كابتن مختار، كابتن حماده صدقي، كابتن محمد صلاح، كل الكباتن ديت حقيقه، كابتن مصطفى يونس، كلهم كانوا بيقروا ويتطوروا، بيحاولوا يطوروا نفسهم. للاسف العصر الجديد ده كل المدربين واخدينها ايزي، واخدينها سهله. يعني انا كنت انا اللي انا هاني صديق، خلاص من بكره ببطل كوره، عاوز امسك منصب اداري، عاوز امسك منصب فني. بناء على ايه؟ الاسم فقط مش كفايه، مش كفايه. بص يا كابتن، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. انا سمعت لحضرتك حلقات وكنت تشرفت بوجودي معاك في احد الحلقات. كان عندك اراء صادمه جدا، خاصه فيما تراه في كاس العالم. انا عاوز بس اعرف الاول، وانت واحد ممن حضروا كاس العالم في قطر المقامه حاليا، قول لي انطباعك ايه عن كاس العالم؟ يعني في انطباعات كتيره. اول حاجه انطباعات بنيه تحتيه. اللي انا زرت قطر من 6 7 سنين، وزرت قطر في كاس العالم. بلد تانية، بلد تانية بمعنى الكلمه. يعني في منطقه اسمها الروسيل ديت، وفي منطقه اسمها لك الدفنه ديت. الدفنه ديت جايبينها على اساس ان منطقه كانت ميه ودفنوها. ميه كانت زي كورنيش ابو ظبي لو انت فاكره، والدفن اه. كله واتبنت عليه مدينه. فقطر اتبنى مدينه كامله، وكبروا مساحه البلد على اساس انها تبقى افضل واجمل. ناطحات سحاب زي ما انت عاوز، بنية شوارع 5 حارات زي ما انت عاوز، مولات على احدث مستوى، مترو رائع رائع، اتوبيسات، اسطول اتوبيسات ومحطات في كل مكان. لا ده المدينه لاند سكيب، كانك انت ماشي في جنه، بلد صحراويه وكلها لاند سكيب وكلها خضره. الاضاءه على اعلى مستوى، الانترنت والخدمات على اعلى مستوى. المونديال نفسه يا كابتن هاني، المونديال شرطه، نفسه. الشرطه انت ما تحسش بوجودها. م. تخيل الالافات الملايين الموجوده في قطر، وفي قطر كلها قد كده، اقسم بالله بتشوف الشرطه على استحياء. م. في تنظيم وفي احترام لقواعد وفي حريه. الملاعب طبعا الاستادات حدث ولا حرج، الدخول والخروج بسلاسه لا تتخيلها. الملاعب، البنيه الاحترام، التحتيه. البنيه التحتيه دي نمره واحد. اه. لازم يبقى عندك بنيه تحتيه. اه. اه. طب نيجي بقى الحاجه الثانيه، قول لي سلوك يا كابتن شعب. هاني، احنا انت شايف احنا فين من البنيه التحتيه؟ احنا فين؟ شوف، يعني انا اقدر اقول لك مصر فيها استادات كويسه. يعني حقيقه لما تيجي تعد الاستادات الموجوده في مصر، في استادات كويسه، بس طبعا محتاجه يعني رينيو، يعني موديل، يعني تجديد. الشكل الخارجي بتاعها يبقى مودرن. وده مش صعب ان انت تقدر تجددها تعمل بطريقه مودرن، الكفر بتاعها. اه. لان برافو عليك، لان اللعب كله في الكفر، لان هو والاساسيات كل الاضاءات حكايه والبتاع هي اللي التصوير هتطور. من بره. هتطور غرف اللبس، هتخليها اكتر نظافه، اكتر عالميه، اكتر مش عارف إيه. دي امرها سهل، وانت عندك البنيه الاساسيه. لكن طبعا ديت محتاجه شغل كتير ومصاريف طبعا. بس احنا معانا معظم الحاجات دي موجوده. يعني المصاريف هتصرف مجرد تجديد النجيله. طبعا كل النجيله بتاعت الملاعب المصريه محتاجه تجديد بما يتناسب
اللي هي النجيله الطريه اللي هي ما تاذيش اللعيبه. عاوز اقول لك يا كابتن هاني ان كل المدربين الاجانب اللي بتيجي مصر بتعاني من سوء حاله ارضيه النجيله، واللي بتتسبب في اصابه لعيبه كبيره جدا جدا، ممكن يصرفوا ملايين على اصاباتهم، مظبوط في كلامك. مقابل في حين ان هم ممكن يتعالجوا بنص الفلوس ديت لما يصلحوا الارضيه. مظبوط كلامك للاسف يعني. والمفروض يبقى عندنا شركه على اعلى هو مستوى في مصر. مصر ده اللي انا كنت عاوز اسمعه منك، مش ولايه موضوع الشركات صغيره. المتخصصه في انشاء ايوه، الملاعب، كلمنا عن ده يا ايوه، كابتن هاني. لازم للاسف ما عندناش الشركات الكبيره دي. وكان في فتره من فترات كان انا عارف ان في رجال اعمال كتيره كانوا عاوزين يعملوا البتاع ده، بس انا ما اعرفش ايه العوائق اللي بتقف قصادهم، العوائق الحكوميه والروتين والخ الخ الخ. لكن مصر لازم يبقى فيها مصانع وشركات اللي هي النجيله الجاهزه والاسلوب العلمي. واحنا مش قليلين عندنا على فكره، والله عندنا في مصر مهندسين. وعلى فكره حط في بالك ان ملاعب قطر اللي عاملها مهندسين مصريين. كمان. واللي عامل ملاعب مهندسين مصريين. لكن للاسف وبقولها تاني، المصري في بلده ممهون للاسف وماليش احترامه. وللاسف بره بيقدروه اكتر وبياخدوا منه كتير وبيستفيدوا من علمه وبيقدروا العلم بتاعه. احنا في مصر صحيح. للاسف لسه الفهلوه موجوده، لسه المحسوبيه موجوده. اي مناقصه لازم تلاقي فيه ملفات تحت الترابيزه وفوق الترابيزه والترابيزه نفسها. للاسف يا كابتن هاني. انا لا شفت الدوري الانجليزي يا كابتن هاني، بلاقي في ستاندر للنجيله، ستاندر يعني المستوى ثابت موجود، اللي بتلاقيه في مانشستر بتلاقيه في ليفربول، بتلاقيه في توتنهام، بتلاقيه في نيوكاسل، بتلاقيه في ارسنال. الستاندر بتاع النجيله حط واحد. حط في بالك ان النجيله كمان في اوروبا. حط في بالك ان اوروبا فيها ثلج. بروده شديده وفي فبيغطوه. تلج. مم. مش بس بيغطوها، في سنتر هيتنج تحت الملاعب. يعني في بعض بيسخن الارض. الملاعب بيسخن عشان التلج ده ينزل بسرعه والميه دي تنزل بسرعه وليها تصريف خاص. يعني تخيل احنا وصلنا كده في اوروبا ملاعب زي كده. زائد بقى ان الملاعب يعني ما بينزلش عليها اي انسان غير يوم المباراه. الملاعب دي للمباراه فقط، مش للتمرين. في ملاعب اخرى للتمرين وملاعب اخرى للتمرين تبقى في المزارع يعني اللي هي موجوده دي. بيعملوا ملاعب جميله وتلاقي غابات حواليها واتموسفير حتى صحي، اكسجين كده فريش، حاجه تفرح يعني. لكن الملاعب ديت للمباريات فقط. مين لما نيجي نطبق الكلام ده مين يعمله يا كابتن هاني؟ انت شايف من وجهة نظرك مين يعمله؟ يعني احنا دلوقتي في مصر في حاجه اسمها شركه استادات، هي متخصصه في الموضوع ده، فالمفروض هي اللي بتعمله. يعني هي اللي واخده مناقصه من اتحاد الكره المصري وانها مسؤوله عن كل الاستادات اللي موجوده. المفروض ده شغلها ولازم يتم على احدث مستوى ولازم متابعتها وحسابها وفيه عقاب وفيه ثواب. طيب يا كابتن هاني، هنتقل منك من البنية التحتية إلى المدربين. أنت شايف المواهب في مصر، المواهب في مصر قلت ولا المواهب موجودة بس عاوزة حد يدور عليها؟ شوف، مواهب مصر لا تنفذ. الشعب المصري شعب خلاق، شعب مصري شعب ذكي. عندنا اللعيبه وعندنا المدربين وعندنا الاداريين، عندنا كل حاجه. لكن مقابل ليها للاسف عندنا المحسوبيه، عندنا الواسطه، عندنا الكوسه، عندنا انتخابات وليها موائمات معينه، وعندنا المصلحه الشخصيه هي اهم من المصلحه الكبرى. طيب يا كابتن هاني، وأنت بما ليك من خبرات في أفريقيا في اكتشاف المواهب، أنت شايف الفرق إيه بين الموهبة المصرية والموهبة الأفريقية يا كابتن هاني؟ يعني المواهب في أفريقيا إيه اللي بيميزها وبيخليها تكمل للمستويات العليا في الكورة عن الموهبة في مصر اللي هي ممكن تبطل بسبب ظروف اجتماعية هم ما لهوش ذنب فيه؟ شوف، بالنسبه لافريقيا انا بقالي 15 او 20 سنه في افريقيا. المواهب العربيه اذكى، أسف. اذكى. والبنيه التحتيه للاعب العربي افضل من اللاعب الافريقي. لان اللاعب العربي من صغره ممكن بيخش اكاديميات، بيخش انديه وبيتعلم، بيبدا يتعلم اوفرلاب، تيك اوفر، خلق مساحه، في تعليم ليه. الافريقي ما عندوش تعليم في المرحله الصغرى. الافريقي جاي ناتشورال، خامه قويه. طبعا كلهم جايين من اوساط فقيره جدا، محبين
الكوره مش وراهم غير كره القدم. فكل حته الناس تلعب كوره في كل مكان، في مواهب قويه طبعا جسمانيا وكده اقوى شويه من عندنا، بيتحملوا اكتر. سر ان الافريقي بينجح، اولا معظم اللعيبه الافريقيه بيحترفوا في سن صغير، هنا بقى كابتن هاني، هنا هنا السر، هنا 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 السر، مشكله. هنا السر. يعني اقول لك حاجه، لما تيجي تلاعب منتخبات مصر الصغيره مع منتخبات افريقيا هتلاقي احنا متفوقين ونبقى احسن منهم. طيب نيجي بقى نكمل بقى شويه. كل ما لعيب بيكبر في افريقيا، اللعيبه في افريقيا بيتاخدوا من سن صغير، ما كملش 16 17 سنه، بيبداوا المدارس الاوروبيه اللي عامله مفارخ عندها في اوروبا في افريقيا اوريدي، وبتاخد من المفرخه ديت على اوروبا، وبتاخد في انديه شغاله لحسابها. يعني مثلا برشلونه عنده كذا نادي، ده برشلونه عنده غير برشلونه، في برشلونه A، برشلونه B، برشلونه C، وبيشتركوا في دوريات ادنى، واللعيبه دي بتيجي بتبقى في برشلونه C، بيلعب في درجه ثالثه، بياخدوا اللعيبه دي. وفي انديه تابعه لبرشلونه، في نادي في اليونان، في نادي في مصر مثلا، في نادي كذا، دولت برضو مفارخ لبرشلونه. اللعيبه دي كلها بتروح هناك وتتطور، ويبداوا يشوفوا الافضل منها، اللي ياخدوه ليهم، واللي مش هياخدوه بيسوقوه. لان الرياضه دلوقتي صناعه، كره القدم صناعه واستثمار، ما عادتش يعني مجرد موهبه وسلام عليكم. عندنا احد اصدقائنا واساتذتنا الاستاذ كمال عبد الحميد بيقول لك حضرتك مصر كلها مواهب، والدليل محمد صلاح ومحمد شعبان وبيج رامي وغيرهم كثير، لكن كل واحد فيهم نجح بمجهوده ولو كانوا تحت مظله الاتحاد المصري لما ظهر منهم واحد. يعني انا عايز اقول لك ان المشكله في مصر مشكله اداره. هل تتفق تختلف يا كابتن هاني؟ بالعكس، اتفق معاك جدا. اه ادارتنا في اتحاد الكره المصري اداره فاشله، بمعنى كلمه فاشله. الاداره ليها ناسها، وفيه فن للاداره، وفيه اداره حاجه اسمها اداره محترفه، وفي علم. مش معقوله احنا عاوزين ندمج اللعيبه الخبرات مع العلم مع بعض، ويبقى فيه فير. الاتحاد المغربي اتحاد ناجح لانه فيه فير في العمل، مفيش واسطه، مفيش محسوبيه، مفيش توازنات، ان الوداد ولا مش عارف ايه لازم يبقى في مدرب من الوداد ومدرب من الاسماعيلي ومدرب من الاهلي ومدرب من الزمالك. فيه كواليتي. مين اللي عنده كواليتي؟ مين عنده العلم؟ مين عنده تطور؟ مفيش عاطفه، مفيش انتخابات ونلم اصوات الانديه الصغيره ونعزمهم قبل بتاع ونفطرهم ونغديهم ونعشيهم، والموضوع مفيش حاجه اسمها تطوع. كل اللي في اتحاد الكوره يقول لك احنا دي مسؤوليه متطوعين. مين متطوعين يا ايه؟ كابتن هاني؟ ايه يا مسؤوليه عم، مش مين عاوزين دي؟ تتطوع يا عمي، تعالى اشتغل مسؤوليه مين؟ بوظيفه وخد فلوس. تطوع ايه؟ مفيش اختصاص. لما تلاقي رئيس اتحاد الكوره هو رئيس نادي، لما تلاقي الاعلامي هو عضو مجلس اداره في نادي، عاوز تطور الكوره في مصر ازاي؟ دي مسؤوليه مين يا كابتن هاني؟ دي مسؤوليه دي مين؟ مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، هيقول لك تدخل وعلى حكومي. راسهم الوزير اللي انا بقول من سنتين انه ما ينفعش. انا متفق معاك تماما في ان الوزير الموجود، انا شايف ان هو ممكن يشتغل في الماركتنج بس. ومش عارف حضرتك تعرف ان هو كان موجود في ابو ظبي كان في جهاز موجود في ابو نادي ظبي. الزمالك بيشتغل في الماركتنج طبعا، ما انا وهو واخد بقول. على فكره، اه هو خريج تربيه رياضيه، انا عارف. واخد حتى مش اقتصاد ولا حاجه، هو خريج تربيه رياضيه، لكن وكان مميز وكان عميد على ما اعتقد، او دكتور معيد او دكتور، هو بيشتغل في ايا كان، يعني الماركتنج راجل كويس جدا. اكاديمي على اه عيني وعلى راسي. لكن ان في هو يدير. الماركتنج. ما هي الرياضه، ما هو علم الرياضه كابتن هاني في فروع كتيره جدا. هو شغال في الماركتنج الرياضي وكان راجل مميز جدا في الحته دي، لكن كرياضه كتخطيط، هل انت شايف ان لازم يكون الاكاديميين مع اصحاب الخبره، مع الممارسين اللي هم الكبار بتوعنا اللي هم عندهم خبره، لازم يبقى في كوكتيل تجميع للحاجات دي، طبعا حتى وتبقى في خطه اللجنه للاهتمام. الاولمبيه يا كابتن عماد، حتى اللجنه الاولمبيه في مصر لازم تتدخل وليها دور. انا عاوز اسالك سؤال، والناس لازم تسال نفسها سؤال: ليه احنا مميزين في كره اليد والسكواش؟ السكواش كل لان في يوم، كل يوم احنا لسه دلوقتي بطوله في الهند، وبطوله مش عارف في انجلترا، ابطالها مصريين، بناخد اول وثاني قطاع الناشئين الكبار. ليه؟ ليه الناس ديت مميزه؟ ليه كره اليد دايما مصر في الاوائل؟ ليه؟ لان في اتحاد كوره قوي، في اتحاد كوره. يعني الدكتور عمرو مصطفى، الراجل قاعد في اوروبا سنين، راجل رئيس اتحاد، حسن حسن مصطفى. مصطفى حسن رئيس مصطفى. الاتحاد الدولي لكره اليد،
مصري. احنا عندنا هاني ابو ريده في اتحاد الكوره، عمل لنا ايه؟ خالص ولا حاجه خالص. عمل لنا ايه؟ حتى المونديال خدنا صفر المونديال. حتى لما مسكوا الامم الافريقيه خرجنا من دور الثمانيه، ما وصلناش دور الثمانيه في افريقيا في جوه مصر. كل القضايا المصريه كمان مش نصير فيها للاتحاد المصري خالص يا كابتن هاني. انت شفت المهازل اللي حصلت النادي الاهلي الفتره الاخيره وغيره وغيره وغيره. اه لما فاحنا خبوا عندنا الجواب والكلام للاسف ده. عندنا محسوبيات وعندنا شلاليات. طول ما الشلاليات دي موجوده عمرنا ما هنتطور. احنا بقى لنا 20 سنه او 15 سنه منظومه اتحاد الكوره كراسي موسيقيه هي تبدل، وكل واحد بيجيب ام كرسي، بيجيب واحد هو مربيه يحطه مكانه فيبقى هو مدير برضه من الخلف. استاذ كمال بيقول لحضرتك الاتحاد المصري يطلق عليه اتحاد المجاملات، ولذلك هم فشل، والمنظومه الرياضيه في مصر لن تتقدم الا اذا تم وضع الراجل المناسب في المكان المناسب. مين اللي يضع الراجل المناسب؟ انا متفق معاك طبعا، اتفق مع الراجل في كلامه، طبعا انت عارف، لكن مين اللي هيحط انت الراجل عارف المناسب في قوانين المكان الاتحاد المناسب؟ الدولي، عارف قوانين الاتحاد الدولي هو عدم تدخل السياسه او الحكومه في الرياضه. وده انا شايفه محجم شويه التدخل السياسي. يعني انا عاوز اقول ان المفروض اللي يتدخل هو تدخل سياسي، لكن برضو احنا ممكن نتدخل سياسي بطريقه غير مباشره، بان احنا نختار الوزير المناسب في المكان المناسب، ونختار صح التولز المناسبه اللي تساعده. صح. بناء طبعا عليه هيختاروا، هيعملوا منظومه حقيقيه ازاي انتخابات اتحاد الكوره، ازاي انتخابات اللجنه الاولمبيه، مقاييس اختيار المدربين لمنتخب مصر ايه، مقاييس اختيار اللاعبين ايه، ايه المفروض اللي يتم، الهرم الاداري لاتحاد الكوره بيتم ازاي، قطاع الناشئين اهتمام به ازاي، الاكاديميات اللي بتتعمل زي السلام عليكم كل واحد تحت السلم، كل واحد عنده ارض بدل ما كان بيعملها غيط قال لك لا خلاص ابورها واعمل ملعب. اصبح بيزنس، اكاديميات غير مسؤوله، ضحك على الدقون، انديه كبيره بتسمي مص اولياء الامور، وانهم يعملوا فرقه الف وب وج وياخدوا 30,000 و25,000 عشان يسجلوا اللاعب ويضحكوا على الناس مجرد عشان بس هاجي معاك استثمار. يا كابتن هاني للحته ديت، بس اقول تعليق اخونا الاستاذ سيد شاهين من الكويت، بيقول طول عمر الكره سبوبه في مصر، وفساد حالها زي حال معظم المصالح الحكوميه كلها وجوه لعمله واحده. انا شايف ان هل الاكاديميات يا كابتن هاني هل هي تقوم بدور الانديه، ولا الاكاديميات هي للتربح؟ النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، الاكاديميات هل الناس بتقول كلها اكاديميه للتربح. واكاديميه اذا كان الاهلي الانديه، واكاديميه مش يا عارف مين كابتن ايمان، واكاديميه مين؟ الانديه نفسها، الانديه هي عاملاها للتربح، ما بالك اللي بره الانديه؟ الانديه لا قول تاني الكلمه عاملاها دي مهمه. للتربح. انا لا بيوديهم قول الكلمه الاهلي، دي تاني يا كابتن هاني. الاهلي عنده كام اكاديميه؟ وقلتها لك قبل كتير كده، جدا. الاهلي عنده الاكاديميات دي كلها. تعالى اتفرج على الاهلي، احنا بنشحت فيرود، مش لاقيين فيرود في الاهلي. طب الاكاديميات دي كلها والانديه، الاهلي فاتح 5 فروع، 5 فروع للنادي الاهلي، وكل فرع اكاديميات وقطاع ناشئين و فين؟ فين اللعيبه؟ فين الانتاج؟ في فلوس داخله، لكن فين بقى المواهب؟ فين اللاعبين؟ فين التطور؟ استاذ مفيش. كمال بيقول لحضرتك، بيقول مقتنع بكلامك، بس مين اللي هينفذ؟ اللي هينفذ احنا قلنا لازم وزير شباب قوي، وزير شباب محترم، يتنقى من على الفرازه، يتنقى من انتخابات حقيقيه في مجلس الشعب. لما ينتخب اعضاء مجلس الشعب والناس تنتخب، يبقى فيه كده يعني شفافيه وصدق واختيار صحيح، زي ما احنا بننفذ في مجالات تانية. يعني مش عارف اقول ايه، يعني اضحك، يعني اقول ادخل الجيش. ما هو احنا اي حاجه بندخل فيها الجيش تنجح في مصر، ندخل الجيش يمسك اتحاد الكوره يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طب يا كابتن هاني، انضباط هي المنظومه انضباط. كلها، هي نجاح المنظومه كمان يا كابتن هاني، حضرتك بتتكلم على الاداره من راس الاداره. انا شايف ان كمان في مشكله جدا في القاع، وهي القطاع الناشئين او الناشئ يا كابتن هاني، وهو البذره الاولانيه. المدرب، احنا درسنا في الكوره، درسنا يعني اتعلمنا كتابه وقرايه وممارسه، ان مدرب الناشئين اهم بكتير جدا، ولازم يكون اقوى بكتير جدا من المدرب الفريق الاول، لانه مدرب الفريق الاول هو بيدرب تكتيك.
حاجات فنيات، لكن المدرب الناشئ اللي هو بيعلم المهاره، ازاي تباصي، تحط رجلك الثابته، ازاي تباصي، ركبتك متنيه شويه، نظرك فين، تباصي من غير ما تبص للكوره، حاجات كتيره جدا. دلوقتي اللاعب مجرد اسمه كويس بيجيبوه يحطوه في قطاع الناشئين وهو لا يدري ازاي يعلم. ففي فرق ازاي تعلم وازاي تدرب. هل انت شايف ان الموجود دلوقتي في قطاع الناشئين يقدر يقوم بالمهمه دي يا كابتن هاني؟ ابسط وايه عاقبات دليل الكلام اللي انت ابسط بتقوله؟ دليل انا هجي لك لاكبر نادي اللي انا منتمي ليه، النادي الاهلي. وبقول الكلام ده قلته قبل كده. هل خالد بيبو يملك من المهارات انه يبقى مدير قطاع ناشئين النادي الاهلي؟ لا يملك. انا شايف من الخبرات لا، هو كمهاره كلاعب كلاعب كره على دماغي، كرة لكن على عيني وعلى كمهاره راسي لا احد يجادل فيه. لا يملك. اه. ومع ذلك مسكوه قطاع الناشئين بقاله اكتر من سنه. ما اعرفش ايه الاسباب. طبعا دلوقتي وليد سليمان لسه معتزل، وصلني كلام ان هو يبعتوه ياخد دورتين في اوروبا وبعدين هيرجع يمسك مساعد مدير رئيس قطاع الناشئين، يعني هو مساعد. مسك بالفعل وحضر الاجتماعات معاهم وليد. طيب هل ده هل وليد، يعني مع احترامي وليد طبعا نجم وتاريخ للنادي الاهلي، لكن هل يملك من التدريب ما يستطيع ان هو يبقى مساعد مدير قطاع الناشئين؟ لا طبعا. انا بديك مثل لهرم كبير اللي هو النادي الاهلي. لما النادي الاهلي يحصل فيه كده، خش بقى على الاقل والاقل والاقل. مهزله. قطاع الناشئين اللي بيدرب اللعيب الصغير لازم يكون مدرب كبير في السن وخبرات، لان هو بيعلم بالظبط. الولد الطفل الناشئ بيبقى زي العجينه، اللي انت بتعلمه له هو اللي هيكبر بيه. لو علمته استلام صح هيستلم صح، لو علمته استلام غلط هيستلم غلط. لو تجاهلته وانت وهو بيتمرن وبصيت كده وقعدت تتكلم مراتك في التليفون وتكلم مش عارف ايه هنخرج مين بعد الظهر، الواد مش هيتعلم حاجه. وده اللي بيحصل. انت بتتفرج على اكاديميات تهريج، تايم، هل هي مجرد تايم سبوبه يا يحسبوه. كابتن يعني سبوبه. هل هي سبوبه سبوبه ماديه بس؟ سبوبه 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 وبيستغلوا فيها. محمد صلاح للاسف، محمد صلاح ايقونه للعالم كله مش بس لمصر. لكن احنا بدل ما نستخدم الراجل ده بطريقه ايجابيه، احنا بنستخدمه بطريقه سلبيه. بنعمل اوهام، بنعمل دريمز للناس. كل ولادنا هيبقوا محمد صلاح، كل ولادنا هيبقوا محمد النني، كل ولادنا هيبقوا كذا وكذا كذا، وناخدهم ونضحك عليهم. وابنك يا سلام لو ياخد بقى ايه برايفت، هو ناقصه بس نركز له على الاوفر ونركز له على مش عارف ايه. ما بيكتفوش المدربين لا انهم اشرح بيعملوا. الحته دي تاني، لان احنا عاوزين ننصح الناس يا كابتن هاني. يعني ابنك ياخد برايفت، يعني يعني مدرب هقول لك في حاجه. نادي يقول له تعالى لي برايفت. الانديه للاسف برضو ارجع تاني برضو عدم اختيارهم كمان مدربين ذو وزن، كمان بيدوا مرتبات ضعيفه جدا. ما هم بيختاروا لعيبه لسه متخرجه وناس متخرجه ليه؟ عشان بدل ما يحطوهم مساعد لواحد تقيل ويتعلموا، وده الصح، اخد من القديم واتعلم منه واعمل كوادر جديده. لا، بجيبه يلا يا عم اشتغل، اديله 3000، اديله 1000 ونص، اديله 2000، بوفر. طب الراجل ده هيعيش ازاي؟ فيجي ولي الامر ابنك لعيب كويس وكده، بس يعني ايه، عاوز حاجات خاصه لعدد كبير. لو جه على الاكاديميه بتاعت البرايفت اكيد هقدر اطوره. وبتبدا كده، بيبقى عنده اكاديميه خاصه بتاعته غير اللي موجود في النادي. وخلاص دخلنا بقى في موضوع كله بيزنس في بيزنس. طيب الناس تروح فين؟ يعني انا دلوقتي عندي ابني عنده 6 سنوات وانا شايف ان هو كويس، يروح فين يا كابتن هاني؟ ربنا معاه. ما احنا اقولها لك ربنا دلوقتي. مع الناس كلها يا اه كابتن هاني، ما ربنا مع ما الناس هو كلها. انا شفت، بص، الانديه الصغيره والانديه الكبيره ده لا يمنع برضه، خلينا واقعيين. في ناس شرفة جدا في اكاديميات، وفي يعني في الفلاحين عندنا بمعنى صح، بعيد عن القاهره وبعيد عن البيزنس الكبير ده. في مواهب رائعه جدا. في حاجه جديده حصلت الفتره الاخيره انا سعيد بيها جدا. الدوريات اللي بتتعمل في القرى وبقى ليها مهرجانات كبيره. ومثلا عندنا في كفر صقر، ده كفر صقر في دوره اسمها دوره ابو الشوق، في دوره اسمها دوره القضاه، في دوره مش عارف دوره ايه. الدورات دي فلاحين، قرى بيلعبوا بعض، بس وتلاقيهم كمان بيضحك عليا. وتلاقي عربيات داتسون شايله لعيبه من هنا وشايله لعيبه من هنا، ورايحين فين؟ رايحين نلعب دوره مش عارف ايه، وضرب نار وجماهير، والقريه كلها تطلع ستات انا ورجاله. عشت كده، انا عشت كده فعلا. الحياه ديت بتطلع مواهب لا تتخيلها. لو في ناس بتتابع، لو في كشافين زي زمان يروحوا ويبصوا
ويكتشفوا اللعيبه ديت، هيلاقوا لعيبه على اعلى مستوى ياخدوهم الانديه ويطوروهم. بلاش مصر الناس تعبانه، الناس مش معاها فلوس. تخيل انا اعرف ناس يعني عاوزين يبيعوا حاجات عشان يدوا للنادي 30,000 واقل نادي 6,000 عشان ابنه يلعب كوره. اقسم بالله مش هقول اسمه طبعا، بواب عماره. هل بواب عماره يقدر يدفع اسبوعيا 300 جنيه عشان ابنه يبقى في اكاديميه والله يا استاذ وبيعمل كده؟ كمال انا معاك ارد عليك، بس ما الكابتن هاني يخلص. يعني كمل يا بواب كابتن هاني. عماره وبيدفع 300 جنيه بيمص عشان ابنه حلمه. كل واحد اصبح حلم ان ده هيغير حياته، لان هم شايفين اللي باصي ويستلم في مصر بالانديه الكبيره. سلمني كوره استلمتها، كام عقدك يا عم؟ مليون في السنه. الناس كلها ميته، بيقعدوا العمر بحاله ما بيشوفوش 10,000 جنيه مش مليون. ولعيب الكوره مع احترامي في ناس ما عندهاش فكره كده، بيستلموا مليون جنيه في السنه. فالناس اتجننت اللعيبه. فاصبح كل واحد نفسه ابنه بدل ما يبقى ضابط ولا مهندس ولا يبقى مش عارف ايه، عاوز يلعب كوره، انه شايف ان الكوره بتجيب فلوس اسرع اسهل. يعني بص، في حاجات كتيره في المجتمع عاوز متضاربه يا كابتن. اقول لك كابتن هاني، انا من وجهة نظري، وما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا تختلف، ان احنا مشكلة مصر او مشكلة الناس، الشعوب بتوع يعني بتاع العالم العربي، مشكلة وعي. فانا شايف ان الوعي ده بيتشكل لما بتلاقي اعلام قوي قادر على انه بيوجه الناس في الاماكن الصحيحة. برافو عليك، لكن برافو هل اللي عليك يا عمر. بيوعي ده يا كابتن هاني، هل اللي بيوعي ده مؤهل؟ يعني متعلم قايم على علم، ولا هو قايم على العلاقات فبيطلع يقول الكلمتين والسلام عليكم وبيفضي زي ما هو عايز؟ يا ريت يا كابتن عماد اعلامنا بيقول كلام ويفضي، يا ريت. انا هبقى سعيد لو عمل كده، ده انجاز. احنا ايوه اعلامنا انا عارف، بس انا اعلام عاوز اسمع الاصفر. رايك. احنا اعلامنا اعلام الاصفر. عارف الاعلام الاصفر اللي هو كله اشاعات، كله مؤامرات، كله ردح، كله شغل نسوان. احنا كل المذيعين، القناه دي بيحارب القناه دي، والقناه دي بتحارب القناه دي، والقناه ده بيلقح ده وده بيلقح ده، وواحد فاتح قناه طول النهار بيشتم الناس، وواحد فاتح القناه مش عارف بيعمل ايه. مفيش رياضه، مفيش ماده رياضيه، مفيش تطوير، مفيش اتجاه معين ان احنا بنوعي الشباب، بنوعي صحيح. صغير. اديني في برامج ايه، في برامج للناشئين ان يعلموا الناس حاجه ولا يفيدونا بحاجه؟ مفيش. يعني انا مثلا يا كابتن هاني عاوز اقول لحضرتك، انا مثلا ما شفتش في قناه النادي الاهلي او قناه نادي الزمالك برنامج مثلا طريقه اعداد مدرب الناشئين، واحد اكاديمي، تبقى حلقه مثلا يوميه مثلا الظهر او العصر او بالليل، وتبقى تثقيفيه للناس، مثلا علم مثلا زي علم التغذيه بالنسبه للناشئين او بالنسبه للشباب، يعني المراحل المختلفه. يجي دكتور مثلا في علم التغذيه يكلم الناس، يوعي الناس، ما هو ده قناه رياضيه متخصصه. بص يا كابتن اتفضل عماد، يا اولا كابتن. لازم بيبقى كل مرحله قطاع الناشئين عندهم مدرب احمال، غير المدرب الفني، غير المدير الفني. لازم يبقى في مدرب احمال وفي دكتور نفسي كمان. الناس بتبص الدكتور نفسي واحنا مجانين، احنا مش عارفين الدكتور النفسي. وانت شفت، وقلت لك تاني، شفت كاس العالم، الثبات الانفعالي والحاله النفسيه. حتى محمد صلاح لما اتكلمت معاه اكتر من مره في لقاءات وكده، قال لك ان الدكتور النفسي ده مهم جدا 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 للاعيبه طبعا كره القدم طبعا وللناشئين. طبعا. دكتور الاغذيه طبعا هو مهم بيشكل جدا. شخصية اللاعب يا كابتن هاني، طبعا وبيشكل شخصية اللاعب. مدير الاغذيه الفني بتاع الاغذيه ده مهم جدا، انه بيعلم الطفل من صغره ايه الاكل الصحي اللي المفروض اكله. ولازم يبقى في دورات. انا كان عندي اكاديميه في مصر في المقطم، جبت الدكتور شهاب صديق اللي هو اخويا، بيشتغل في السعوديه مع انديه كبيره جدا، جبته مخصوص مجانا مجدعه كده عشان يديهم دوره مش بس للاعبين، جبت اللاعبين واولياء امورهم في دوره مفتوحه عشان يتكلم على نظام التغذيه، عشان اولياء الامور يفهموا ياكلوا اولادهم ايه صح، وما ياكلوش لأن اولادهم هم ايه. الأولاد في البيت لان طبعا. احنا اللي هياكلوا في بيتهم. فلازم الست وولي الامر يفهم مين ايه الاكل الصحي. حتى في موضوع الكورونا ده، لما جه كورونا اصابنا كلنا بهلع، وافريقيا كانت اقل دول مع انهم فقراء، بس الناس ديت بياكلوا اكل صحي، مناعتهم قويه. احنا الاكل بتاعنا، تعال اتفرج على الاطفال، كريسبي، شوكولاته، مش عارف ايه، ماكدونالدز، اندومي. برجر، كل اكل كيماوي، كل اكل غير صحي. فبالتالي بينتج لك اللعيبه، مفيش، الاطفال كلهم مناعتهم ضعيفه، مفيش قوه.
كل ده اذا علم، حضرتك ده يا علم كابتن هاني بتتكلم عن منظومه لازم يتوفر فيها عدد من الاعمده، المعد البدني، المعد النفسي، المعد متخصص نقدر التغذيه نعملها. محمد صلاح ما كان، ومتخصص ما هو واحد الاحمال. مننا. محمد صلاح لما بيكلمه بيقول لك نفسي في المحشي، بيقولوا له مش عارف، بيقول بس ما يقدرش يا اخي. فاكره. انا فاكر المحشي، نفسي في المحشي. خلاص تطور فكره، تطور، اصبح انه يعرف امتى اكل وامتى ما اكلش، اصبح فكر محترف. ده اللي احنا عاوزينه، انه نوصل الفكر ده لاولادنا، فيبقوا فاهمين امتى اكل ده وامتى ما اكلش هنوصله ازاي ده. يا كابتن؟ يعني انت شايف ان الاعلام الرياضي بيقدم دوت، ولا انت ما شايف بيقدمش حتى اللي طبعا. بيحلل الكوره كابتن طبعا ما يعني؟ بيقدمش يا كابتن، ولا حتى في برامج، المفروض في برامج صحيه. قول لي كده، يعني كان زمان حتى كان في مش عارف صحتك يا كابتن، كان في برامج كده على الصحه، كانت تيجي وتعلمنا حاجات مش موجوده حتى دلوقتي، مع كل القنوات المفتوحه، وعندنا 20,000 قناه تعليميه وقناه. القنوات الصحيه والتعليميه مستخبيه، يعني مش عليها الضوء ولا عليها اللايت، فبالتالي ممكن في ناس كتيره بيقولوا حاجات مفيده بس احنا ما بنشوفهاش. لكن مسلط على ايه بقى؟ على كلام الفارغ. يعني هو في الدنيا تحليل مباراه يبدا الساعه 6 يخلص الساعه 12 بالليل، مباراه اه. كلها ساعه ونص، وانت تقعد 4 ساعات تحكي لحد الفجر. بيقولوا اه. ايه؟ الله بيقولوا يسامحك ايه يا يعني؟ كابتن بيفتوا مدحت ايه؟ شلبي. بيفتوا ايه؟ هو اللي بيقوله ده يا كابتن، هل هو يعني لو يا جبت ريت انا محلل مفيد، مثلا؟ يا ريت مفيد. بيتكلموا اه. قاعدين بيلتوا ويعجنوا زي الستات اللي مش لاقيه حاجه تعملها، للاسف ما هم بيلاقوا اللي بيسمعهم يا كابتن هاني، ما هم وسبونسر بيلاقوا عشان كده موجود بيعملوا اعلانات. معاهم واعلانات. الموضوع اصبح، تعالى يعني يا اتفرج في كابتن هاني اوروبا. برضه حاله الاحباط اللي احنا فيها، ان احنا دلوقتي قاعدين بنشوف كاس العالم، وقاعدين انا وحضرتك وفي ناس كتيره ملايين زي حالاتنا زعلانين قوي ان مصر مش موجوده في كاس العالم، وقاعدين يدوروا على اسباب روشته. حضرتك يعني عاوز الخص اللي حضرتك قلته، هو ان القرار الحكومي يبدا من وزاره الشباب والرياضه، من وزير الشباب والرياضه، من من لجان وزاره الشباب متخصصه في والرياضه مجال واللجنه الرياضه، الاولمبيه. تهتم بقطاع الناشئين، ولازم تهتم طلب بقطاع احاطه في الناشئين. مجلس الشعب، لازم طلب احاطه ب حقيقه محاسبه اتحاد الكوره، وشوف احنا عملنا ايه خلال السنه اللي فاتت. هل ايه في ناشئين منتخب مصر في اي بطوله؟ فين الكره الشاطئيه؟ فين الكره النسائيه؟ فين المصاريف، الفلوس اللي بتطلع بالهبل للناس دي راحت فين؟ وايه النتائج بقى؟ النادي الاهلي باحترامي واوليه، ونادي الزمالك الكبار دول، ونادي الاسماعيلي، ونادي دول، انتوا طلعتوا لنا كام محترف؟ زمان كان اتحاد الكوره بيعطي للمنتخبات، لما كنت بروح منتخب كان بيديني بوكيت ماني، وكان بيدي النادي الاهلي فلوس. ليه؟ عشان يقولوا انت طلعت لي لعيب المنتخب فتحتاج فلوس من اتحاد الكوره. يعني كان بيدي بيدي الاتحاد كان بيدي للنادي الاهلي فلوس لجوه انت موجود من. اه. لان انت طلعت لي لعيب منتخب، فبيكافئوا، وغير البوكيت ماني اللي بيديهولي. احنا بقى كوزاره الشباب والرياضه لازم نقول للانديه عشان يعني نستفزهم. طلعت لي كام لعيب محترف؟ اللي هيطلع لي لعيب محترف انا هديله مبلغ. ما هي الانديه ممكن تدفع اكتر يا كابتن هاني، ده اللعيب ده الانديه بتجيب اللعيبه المحترفه تجيبها تاني ترجعها تاني. هنا بقول لك وزاره الشباب والرياضه لازم، واحنا صغيرين انت بتطلع لي كام لاعب محترف يفيد منتخب مصر، يبقى ليك اولويات معينه عشان نشجع الانديه، بدل ما هم طماعين وقاعدين يرفعوا الاسعار وعاوزين اللعيبه دي كلها بس محتكرينهم جواهم ويجيبوهم يحطوهم حتى على يموتوهم. نطلع فرقه المغرب، تعال بص على سكواد فرقه المغرب، بيلعبوا في تشيلسي، بيلعبوا في باريس سان جيرمان، بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في اشبيليه، بيلعبوا في اتلانتا، بيلعبوا في انتر ميلان. فرقه من عمره كلها، صغير، من فرقه عمره صغير. كلها من 2011 كانت بتتكون. احنا بقى في 10 سنين عملوا منتخب زي اللي احنا بنشوف عليه ده كله محترفين. فبالتالي بيلعبوا اللعيبه لا عندهم خوف ولا عندهم مشاكل، وماشيين تكتيك مدرب واعي، وبرده المدرب ده حضروه بقى لهم كذا سنه. احنا ده اللي احنا عاوزينه. هل مصر ما طب تقدرش انا تطلع عاوز نجوم اقول لك اوروبا حاجه يا زي كابتن، زمان؟ هقول لك على تجربه وحضرتك قول لك رأي وقول لي رايك فيها. موضوع الكوادر المصريه المتخصصه في مجالات كثيره بما فيهم الرياضه، موضوع حديثنا النهارده. هل انت شايف ان في عقول مصريه كبيره مهاجره؟ انا طبعا اعرفهم، اعرف كتير منهم بالاسم واعرفهم معرفه شخصيه، حضرتك تعرفهم اكتر مني. تستحق ان يبقى
لها مكانه جوه مصر بشكل كبير. يعني على سبيل المثال، في فتره من الفترات طلع جيل من اللعيبه في النادي الاهلي، تريزيجيه ومش عارف ونيدفيد ومش عارف مين، وده كان كله خريجين بدر مدرسه بدر. كابتن بدر راجب طبعا. بدر رجب، كابتن بدر رجب. ونفس الكلام ينطبق مثلا على التجربه الاخيره اللي احنا شفناها. وايمن الرمادي انت عارف انه كان مدرب معانا من ايام ما كنا بنلعب في البلديه، كان مدرب الزفره لو حضرتك تمام، ايمن تتذكر رمادي يعني. رجع مصر ورجع اسوان، مصر، لما رجع مصر خسروا 3 هد مباريات. كل المعبد وكسب مباراتين. وائل السيسي نفس الشيء، انا صديق نفس الشيء، في كتير جدا نفس الكلام، كتير قوي قوي قوي، كتير قوي موجودين. ايه الحكمه ان الناس دي كلها مهاجره بره، وحتى لو رجعت للاسف بلدها احنا مش للاسف محدش هيقدرها، لو انا محدش اتكلمت عن هيحترمها، نفسي لو انا محدش اتكلمت يعرف قيمتها. لو اتكلمت عن نفسي، انا بنزل سنويا في النادي الاهلي وليا علاقاتي وكل حاجه، لكن للاسف هي تربيطات معينه، اعضاء مجلس اداره كل واحد ليه حد، كل واحد ليه قريبه. احنا صعب نخترق الكلام ده كله للاسف بكل صراحه يعني. ايوه بس احنا كده مش هنتطور. يعني مثلا، ودي يعني انا حقيقه، هقول ما لك فين على التطور حاجه. اللي عندنا، فين التطور اللي عندنا؟ ما هو فعلا دي حقيقه، احنا ما بنتطورش ولا هنتطور. ال- العالم كله سبقنا، العالم كله سبقنا، وافريقيا سبقتنا، وكل الناس راحوا واحنا لسه قاعدين بنقول الفار، الحكم اللي مش عارف مين، ده زعق لمين وده عمل لمين. ايه ده؟ ايه ده اللي احنا فيه ده؟ طب انا هسالك بس سؤال يعني، هو ليه التجربه بتاع بدر رجب دي ما ترجعش؟ ليه النادي الاهلي ما يكرمش بدر رجب كلاعب، كمدرب، او كواحد عينه كويسه جدا انه يبقى موجود في النادي الاهلي يهتم بقطاع الناشئين؟ مش كان هو الاولى؟ لو ليه في حاجات كتيره يتقال فيها ليه يا كابتن عماد؟ ليه؟ كتير اه، يتقال فيه، في كتير قوي يتقال فيه ليه؟ دي حكيتك صفقه قوي يا كابتن هاني، وانا بخاف من الصفار دي. ليه وزير الشباب ده قاعد ليه؟ ليه اه ليه؟ مجموعات الكوره ديت الشله دي هي ليه؟ اه ليه الصحافه هم اللي مدحت شلبي مش قادر يمشي يعني، وهو بيخش القناه 4 بيسندوه، ليه؟ هو الوحيد اللي موجود لحد دلوقتي ليه؟ فين الاعلاميين؟ سنويا خريجه اعلام، وسنويا بنطلع حاجات فل مدارس اجنبيه واعلاميين، فين الاعلاميين دول اللي بيتكلموا عربي وانجليزي وفاهمين التطور وفاهمين؟ ونجيب مذيعين مش عارفين، مش بيعرفوا يتكلموا عربي مش انجليزي، عربي ما بيعرفوش يتكلموه. ليه؟ ليه كبير؟ من غير ليه؟ رأي ابو وهاب. طب انا شايف يا كابتن هاني ان الرياضه المصريه مع كل الازمات ديت، على ان هي برضه عايزين نخلي اللي بيسمعنا نديله طاقه امل، طاقة امل ايه نقول يا كابتن هل احنا عماد؟ قادرين على ولا العوده يا كمان كابتن هاني؟ خسرنا الافريقيه في مصر بفضيحه مدويه وما حصلش حاجه. اه طبعا، اه طبعا. طب اقول لحضرتك حاجه، احنا طلعنا من كاس افريقيا للناشئين، كابتن محمد وهبه طبعا، وانت اكيد عارفها اكتر مني. انت عارف، يعني انت عارف. شايف المنظر كان عامل ازاي؟ المنظر اه عامل ازاي؟ خسرنا من ليبيا، وخسرنا من، احنا ما سيبناش فرقه ما خسرناش اه منها. احنا ما وتصرف سيبناش فرقه عليها، ما خسرناش منها. وتصرف عليها. مقاييس اختيار حتى المدرب والمنتخب، مدرب المنتخب، يعني هل ينفع يا جماعه؟ ينفع يكون ده يعني يبقى مدرب المنتخب بالشكل ده، يكون منتخب مصر مستهان بالشكل ده يا كابتن انا هاني؟ على فكره كلمت الكابتن كرم مرسي لما كان ماسك الفرقه بتاعت ال 20 سنه. لا انا بتكلم كابتن كرم، على فكره الاعلال، الفرقه وانا الاعلال. بتكلم مع كابتن كرم مرسي قال لي يا هاني عندنا مشكله في اختيار اللاعبين، يعني الدوريات بتاعتهم مش متكامله. لعيبه صغيره في السن المفروض تاخد فرصها في الدرجه الاولى، الانديه ما بتديهمش فرص. ف يعني ده كله بيأثر على المنتخب برضه، نتيجه ان مفيش عدل. مفيش عدل، اللعيب ده المفروض 17 18 سنه لازم يبدأ ياخد فرصه في الدرجه الاولى. انت شفت النادي الاهلي السنه اللي فاتت وقع، تخيل النادي الاهلي العريق وقع نتيجه ان هم ما دخلوش فرز الدرجه من تحت لقطاع الناشئين، دمجوهم مع اللعيبه دي قبل ما تعتزل عشان ودول اللي كسبوا نادي الزمالك الدوري السنه اللي فاتت، دول اللي كسبوا نادي طيب. الزمالك، الراجل ده مش معقوله فرقه زي الاهلي بقى لنا مثلا 6 7 سنين هم اللعيبه دي هم اللي بيلعبوا وكبروا في السن وما ندخلش حد عليهم، امال هياخدوا خبراتهم امتى؟ ويكتسبوا من اللعيبه دي خبرات ازاي؟ عشان لما دول يقعوا ويلاقوا فرقه. تخيل النادي الاهلي وقع في المشكله دي بكل امكانياته وبكل فكره وبكل ووقع في الفكره دي، لان المدرب الاجنبي لما بيجي
ما بيبصش. يعني دلوقتي انت بتتفرج على المنتخب الاسباني، منتخب 10 سنين، المدرب بقى لهم 10 سنين مع المنتخب، 10 سنين مع منتخب الانديه، 10 سنين و20 سنه مدرب واحد، وبيطور وبيعمل لقدام. لكن احنا بنجيب مدرب عاوزين نتائج سريعه. طب المدرب عاوز نتائج سريعه، هيهتم بقطاع الناشئين ولا عاوز اكسب دلوقتي؟ عاوز يكسب دلوقتي، فبيجيب اللعيب الاجنبي، بيجيب اللعيب الجاهز دلوقتي يلعبه، ما يهموش بقى عندي ناشئ يطور اديله شويه. لا 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 لا، انا فاضي اجهز، انا عاوز اكسب دلوقتي، لو ما كسبتش هيروحوني. لكن لو في فكر، خطه، انا بجيب مدرب، انا عاوزك تعمل لي خطه، طلع لي كم محترف، طلع لي كم ناشئ. هو احنا بنعمل الدوري المصري ليه؟ عشان المنتخب. يعني خلينا عشان المنتخب. كده بالراحه كده. احنا بنعمل قطاع الناشئين عشان نطلع لعيبه الدرجه الاولى. طيب احنا بنعمل انديه ليه؟ عشان يطلعوا لنا لعيب منتخب. طب احنا بنعمل لعيب منتخب ليه؟ عشان ناخد بطولات. طب ناخد بطولات ليه؟ عشان حاجتين: نفيد الشباب ده، ونرفع نفسنا كأمة، ونفرح شعبنا. ده اللي المفروض. لكن احنا بنعمل ايه؟ النادي بيفكر في نفسه، في الاستثمار بتاع نفسه، ولا فرق معاه اطلع لعيب درجه اولى وما اطلعش، واشتري من بره واستلف من جيب، واجيب لعيبه اجنبيه. يا ريت حتى لعيبه اجنبيه عدله، كلها كسر وكلها مصالح وفلوس تحت الترابيزه. الاهلي فيه كذا لعيب ما يمشيش جنب سور النادي الاهلي، ومعظم انديه مصر فيها لعيبه محترفين ما يمشوش جنب الحيطه، ولا يلبسوا فانلة من فانلات منتخب. انا هسالك سؤال يا كابتن هاني، وانا عارف يعني انا عارف خبراتك في المجال ده. حضرتك دلوقتي وكيل لاعبين، انا شفت ليك رحلات كتيره جدا في كل قاره افريقيا، وشفت وانت بتعمل بعض المباريات لانتقاء اللعيبه على اساس ان تبقى ان انت تختارها تبقى موجوده معاك، على اساس ان انت تسوقها خارج الاقطار الافريقيه. هل انت شايف الكواليتي بتاع اللعيب اللي بيجي مصر محترف يلعب في الاهلي وفي الزمالك هو مفيد او اضافه للكره المصريه، ولا اللعيبه؟ يعني انا مثلا شفت في الامارات اللعيبه اللي بتيجي، اللعيب لو جاء اول ماتش ما كانش اضافه، جاب 3 4 اجوان وكسر الدنيا بيمشوه، حتى لو تاني ماتش ولا تالت ماتش. هنا اللعيب في النادي الاهلي، احنا عندنا بيرس تاو ده لو جاب جون الماتش اللي فات ممكن يقعد بقى عليه 5 6 شهور سنه على ما يبدا يلعب ماتش تاني ولا يجيب لك جون تاني. انت شايف المشكله فين؟ في الاختيار، ولا في العموله، ولا في الفساد، بص يا ولا كابتن في عماد، الجو، ولا عاوز في ايه؟ الكلام ده جايز ما يبسطش ناس كتيره، بس دي الحقيقه. لازم هو انت كلامك عموما مش هيبسط ناس كتيره، فما كمل بقى وخلاص. لازم الناس تفهم، مع احترامي يعني. الاهلي واخد 10 بطولات افريقيا على عيني وعلى راسي، الزمالك واخد مش عارف مين، ترجي التونسي واخد ايه. كل الكلام ده اقوله لك كده كسكسي على حمصي. لعيبه وانديه افريقيا، انديه افريقيا مفرغه من اللاعبين المميزين، مش موجودين. اللي بيلعبك اللوكال، اللي هم مش محترفين. اي لعيب مميز في افريقيا 17 سنه مش موجود في افريقيا، ده طار. السلام عليكم. لو افريقيا بتلعبك من غير لاعبين محترفين اللي هم بيسافروا قعدوا، لا انت يا اهلي ولا ترجي تونسي ولا رجاء ولا بتاع هتعدوا من الدور الاولاني في افريقيا. صح. فما تفرحوش واخدين 8 افريقيا وعاملين 20,000 نجمه. انتوا طلعتوا لنا كام لعيب؟ طلعتوا كام لعيب محترف؟ طلعتوا كام لعيب يفيد منتخب مصر في الفتره الاخيره؟ طب انا ممكن ارد عليك واقول لك منتخب مصر كسب الافارقه ديت المحترفين بتوعهم، وخد بطولات افريقيا 7 مرات، خد ووصل نهائي 3 مرات ورا افريقيا بعض السنه مع اللي فاتت. ثلاثه. برضه ليه؟ ووصل نهائي افريقيا السنه اللي فاتت، كلام جميل. ووصل نهائي افريقيا مع الراجل الامريكي اسمه ايه ده؟ ليه برضه ليه؟ ليه؟ لان معلش اللعيبه الافريقيه دايما بطوله افريقيا بتتم في اوقات في نص الدوري بتاع الفرق، اللعيبه الافريقيه كله خايف على نفسه، كله خايف من اصابه، كله خايف من كذا كذا، فبيجي معلش يعني المنتخب بتاعه بيديله ايه وهو بياخد في النادي بتاعه ايه، فالصوره مختلفه. لكن لما تيجي في بطولات عالميه زي كاس العالم، ولما بتيجي في وقت الجد بتلاقي سيراليون احسن منك، بتلاقي اوغندا احسن منك، اثيوبيا بتكسبك 2. اثيوبيا دي زمان كنا بنكسبها بال 9-0 وال 10-0. لما بيخشوا في الجد ولو قعدوا لعبوك انت مش هتشم كوره. حتى المغرب
المغرب انت بتكسب المغرب، ما انت كاسب المغرب وكاسب كذا وكاسب كاس كذا. المغرب في اه افريقيا يا اه فندم، اه اه. افريقيا. لكن برضو لما المغرب يخش في وقت الجد ويبقى لعيبه معسكر طويل وقاعدين، احنا اللي بيفرق معانا ايه؟ كانت اللعيبه بتاعتنا محليه وعاملين معسكرات طويله، وكابتن حسن شحاته مجمع اللعيبه، وكان فعلا برضو مجموعه، كنا محظوظين مجموعه رائعه وعملت الانجاز ده. لكن بعد كده ما احنا قعدنا 4 5 سنين ما نوصلش اصلا افريقيه، ما نشوفهاش، مش نلعب فيها، ما دخلناهاش من اصله. لكن انا شايف لما انا شايف يعني يعني مشاعر كده في كلامك، مشاعر حزن، مشاعر تعب، مشاعر يعني. انت ايه شايف، ايه شايف الصورة ايه يا كابتن هاني؟ والله بص، لما يعني اول حاجه زي ما انت قلتها كده، المثلث ليه اطراف كتيره، اللي هو اي مثلث فيه واحد فوق واحد يمين واحد شمال. يمين والشمال دول القاعده اللي انت بتقول عليها قطاع الناشئين والى اخره والى اخره والى اخره. وفوق ده الراجل اللي بينظم الهرم ده. فلازم يبقى عندنا قائد، الراجل ده ما بيخافش، زي كابتن طاهر ابو زيد، زي الناس الشريفه المحترمه. يعني انا كلمت كابتن طاهر ابو زيد كتير، امسك اتحاد الكوره، امسك النادي الاهلي، قال لي ما اقدرش، الموجه عاليه جدا، الفساد عالي جدا، عاوزين واحد مم. قوي يمسك ينظف القصه. قول لي مين يا كابتن هاني بحكم خبراتك؟ انا طبعا عارف، انا متفق معاك كابتن طاهر ابو زيد بحكم علاقتي بكابتن شاكر عباده، فانا متفق معاك على كابتن طاهر ابو زيد. مين تاني العناصر اللي انت شايفها ممكن تقود سفينه كتير الرياضه كتير المصريه؟ كتير. في عندك على فكره محمود الاسيوطي اللي هو نادي فيينا، رئيس نادي فيينا، وراجل اه قاعد في رئيس، هو اللي عامل نادي بيراميدز. النادي، عمل بيراميدز ونجح فيه، ودلوقتي فيينا بدا درجه رابعه ودرجه ثانيه، ودلوقتي بيلعب درجه ثانيه في خلال 3 سنوات. الراجل ده بيشتغل بطريقه علميه لا تتخيلها. وكان شغال معاه النجم الكبير وصديقنا وائل حبيب، مدير كره على اعلى مستوى، من الفلاحين زينا، بس ما وعمل شركه. حدش يعرف الناس دي يا كابتن هاني، ما حدش يعرف الناس دي، ما فيش اعلام بيتسلط طبعا عليهم يا هو كابتن هاني. ده المشكله، اعلامك مسيس، اعلامك مغيب، اعلامك بقى ناس معينه، هم الناس دولت، هم الاعلاميين، وهم اللي بيعملوا الدعايه والاعلان، وهم اللي بيشتركوا في البطولات، وهم اللي بيمثلوا مصر في اي مشروع في تبع الوزير، مجموعه مصاحبه الوزير، وهم الاشكال هي في كل مكان. وقلت لك قبل كده انا بحترمهم جدا، سواء النجوم، الكابتن احمد شوبير، الكابتن عصام الحضري، كابتن محمد بركات، كل دول كبار ولاعيبه كبار. لكن في كتير في مصر دول لعيبه كوره وخدوا حقهم من الكوره وخدوا حقهم من كل حاجه. ادي الفرص للاخرين، ادي الفرص للدكاتره اللي بيفهموا في الكوره اللي بيتخرجوا، ادي كوره، ادي الفرصه لناس كتيره في مصر كويسه، موجوده في الارياف وموجوده في بعيد عن المحافظات والانديه اللي مش متشافه. في مواهب وكوادر عاليه جدا، اديهم فرصه. طب مين هيديهم فرصه لو ما عندكش انت سياسه عادله، وعندك ناس نزيهه وناس فعلا بتحب بلدها بصدق؟ ما ينفعش حاجه اسمها تقول لي اتحاد الكوره تعالوا احنا متطوعين. متطوعين ليه؟ كلهم بيستخدموا اتحاد الكوره في مصالحهم، بيستفيدوا كتير. ما فيش حاجه اسمها تطوع، اللي عاوز يشتغل في اتحاد الكوره لازم يشتغل في اتحاد الكوره من غير واسطه، ويشتغل بمرتب، وما يبقاش ليه وظيفه ثانيه. تطوع ليه؟ انا جاي بتطوع، تطوع ليه يا حبيبي؟ وما دام تطوع، ميتين على التطوع ده ليه؟ ميتين عليهم تصرفوا الملايين عشان تخش المكان ده ليه؟ صحيح. المكان ده بيفتح لهم مجالات كتيره تحت الترابيزه. صحيح. استاذ نشأت رواش، وهو احد الاهلاويين الكبار جدا، فبيقول يعني رفقا بلاعيبه الاهلي التآمر عليهم بحكم الاعلام وجداول مضغوطه. وبيقول كمان ان كابتن حسن شحاته ضم معظم نجوم الاهلي وحصد بقى بطولات، والان يتم تحطيم نجوم الاهلي بكل السبل. رد بقى يا كابتن هاني. الموضوع مش تحطيم من النادي الاهلي، هو في مصر عامه في دايما في حاجه اسمها اعداء النجاح. يعني في، تخيل لابن بلدهم، يعني النادي الاهلي ده بيمثل مين؟ بيمثل مصر. اللي بيحاربوا اتحاد الكوره نفسه، اللي هو لما النادي الاهلي يشرفك يا اتحاد الكوره، ما هو تشريف لمصر.
انا شايف الصوت بيقطع، لكن انا عاوز اقول ان اتحاد الكوره وعدم تخصصه في مجال الرياضه ساهم بشكل كبير جدا في اضعاف منتخب مصر على ما صوت بس كابتن هاني يجي. لانه ضغط المباريات بشكل كبير جدا، اثر على عدد كبير جدا من الاصابات في لعيبه المنتخب. يا ريت كابتن هاني يدخل تاني لان الصوت مش واضح. عاوز اقول ان اتحاد الكوره نفسه كان سبب كبير جدا جدا، على ما كابتن هاني يدخل لنا، كان سبب كبير جدا في فشل منتخب مصر، لانه حاول يمشي بطوله الدوري وضغط بطوله الدوري بشكل كبير، الامر اللي تسبب في اصابات لعيبه النادي الاهلي وارهاقهم بشكل كبير، وده اثر على ادائهم مع المنتخب. لكن لو كان حد يكون متخصص ودارس احمال بشكل كويس جدا، وحد استشاري متخصص، كان سمح بفترات الراحه كبيره للنادي الاهلي، حتى لو هيلغوا موسم، حتى لو هيلغوا بطوله الكاس، حتى لو هيلغوا البطوله التنشيطيه. لكن في الحاله دي كنا هنضمن ان احنا دخل معانا كابتن هاني مره تانية. عاوز اقول كنا هنضمن ان يبقى عندنا لعيبه بشكل كويس. لكن انت تضغط لعيبه النادي الاهلي. ايوه معانا يا كابتن هاني، معاك يا كابتن هاني. حبيبي، بالنسبه يا كابتن عماد لمدربين الاحمال، مصر مليئه. معاك يا كابتن. انا الصوت بيقطع برضه. عاوز اقول لما الصوت بس يتعدل، عاوز اقول ان مهم قوي ان اللي يدير يبقى عارف، يبقى فني، وحتى لو هو مش فني بيعرف يدير، بس لازم يكون معاه لجنه من المتخصصين في علم في الرياضه نفسها. فما ينفعش انت بتدير، انت راجل بتدير كل حاجه، لكن ما ينفعش تيجي تعمل كل 3 ايام مباراه. الامر ده بيسبب حمل بدني كبير جدا ويسبب اصابات، وده اللي احنا شفناه مع منتخب مصر. فما ينفعش لعيبه النادي الاهلي تبقى موجوده في البطوله العربيه، وبعدين تروح بطوله العالم للانديه، وتطلع من بطوله العالم للانديه، او تروح بطوله افريقيا قصدي، وتطلع من بطوله العالم بطوله افريقيا تروح كاس العالم للانديه. ده امر صعب جدا جدا، وده وقع منتخب مصر، ده خلى الاداء بتاع منتخب مصر قدام السنغال بالشكل اللي احنا شفناه. احنا كنا ممكن نعمل نتائج اكتر من كده، لكن المتخصصين وعدم وجود المتخصصين هو كده. لكن مين يسمع للناس المتخصصة؟ مين يسمع للناس اللي بتفهم في الكورة؟ هل الإعلام فير وحقاني وعنده استعداد إنه يتكلم في الكورة بشكل على المشاكل الحقيقية في الرياضة في مصر؟ النهارده بنشوف المغرب بشكل كبير جدا وشكل محترم جدا، بتشرف كل العرب وعامله نتائج مبهره، في حين ان احنا كسبنا المغرب، ما فيش مشكله. لكن احنا ايه على المستوى العالمي؟ احنا كل املنا وكل طموحنا ان احنا نلعب كاس عالم. بعد كاس عالم، وكل سنه وانت طيب، النتائج بتاعتنا ما فيش فيها اي حاجه خالص. انا بس عاوز ادخل الكابتن هاني معانا عشان قبل ما نختم، لان انا مهم جدا اسمعه. يعني انا شايف يعني حاجات كتيره جدا. يعني احنا محتاجين كوادرنا يا جماعه. احنا عندنا ناس كتيره جدا بره مصر، وكابتن هاني شاهد على الكلام ده، وهو احدهم. يعني ناس كتيره بتفهم في الكوره، ناس كتيره عندها خبرات. الراجل ده راجل راح طور نفسه في لندن، ودرس وعرف وتعلم والكلام ده، وعاوز يفيد بلده. دلوقتي هو شغال بالنسبه لنفسه هو، لكن هو هل الراجل ده استفاد منه الانديه، ولا ان هو بنجيب لعيبه فرز ثالث نلعبهم في الاهلي وفي الزمالك؟ معانا كابتن هاني. كابتن هاني معانا؟ انا مش واخد بالي برضه الصوت مش آه طبعا الكابتن هاني الشبكه طبعا من عنده، يعني انا مش عارف والله ايه السبب، بس انا كده كده شغال يعني. فعاوز اقول ان انا متفق مع كابتن هاني في موضوع ان الراس اللي بيدير الرياضه، يعني الاداره الحكوميه نفسها. معايا يا كابتن هاني؟ الصوت بيروح ويجي شويه. اتفضل يا كابتن هاني. انا شايف ان الشبكه رايح، بس دلوقتي مستقره متهيألي. ايوه كويس. في نقطه يا كابتن عماد، مصر مليانه مواهب، مصر مليانه لعيبه جدا جدا جدا. عندنا مدربين على اعلى مستوى، عندنا كوادر عاليه. ادي العيش لخبازه لو كان نصه. كوادر اللي بتحب بلدها، اللي بتحب مصر حقيقي حقيقي من جوه. لا الصوت وحش، الصوت وحش قوي يا كابتن هاني. انا
انا بس عاوز اقول لحضراتكم ان الخلاصه ان احنا نرجع للعلم، وان احنا نرجع لاصحاب الخبره، وان احنا نرجع للمتخصصين، وان احنا نرجع للناس اللي ايدها في المجال. لكن المجال الرياضه بقى مجال ممتهن، ومحدش يعرف ان الانديه الصغيره اللي في الريف زي النادي اللي احنا فيه عندنا هنا في المعصره ده، او في كل القرى مصر، بعيد عن، لا ده ممكن يبقى مفرخه للاعيب الكوره كبار جدا جدا. لكن الاداره اللي موجوده فيه، هل الاداره فيه ترتقي الى ان هم ممكن يطلعوا لاعب، ان هم يخدموا قطاع الشباب؟ لا طبعا. يا كابتن طب مين اللي عماد. اختار كده؟ الناس، الاعلام. يعني احنا مشاكل كتيره جدا. انا بس بتكلم عشان الكابتن هاني الصوت مش واضح خالص. فاحنا في مشكله كبيره جدا. اتمنى ان يكون لها حل. اتمنى ان الناس المتخصصين، اساتذتنا اللي درسوا لنا وعلمونا. آه، يعني مش سامع برضه يا كابتن هاني، مش سامع. لا الشبكه سيئه جدا. انا انا طبعا يعني اعتقد ان انا كده اخدت من كابتن هاني معظم الافكار الرئيسيه. هو عنده كتير، انا معتقد، انا عندي يعني يقين في كده لان اعرفه بشكل شخصي. ان يا جماعه، لا احنا محتاجين فعلا ان احنا نتعلم من الكوادر بتاعتنا ديت، نتعلم من اصحاب الخبرات دي، نتعلم من الناس اللي اتعلمت ديت، من الناس اللي اتعلمت بره، من الناس اللي ثقفت نفسها. نطلع من بوتقة ان احنا عندنا بس هم خمسة بيتبادلوا الاماكن، خمس مدربين بيتبادلوا تدريب الاندية، خمس مدربين بيتبادلوا تدريب الناشئين، هم دول. لا احنا عندنا ناس كتيرة جدا. واتمنى كده، اتمنى من نظرة من الدولة للرياضة، نظرة قايمة على العلم واستغلال الاكاديميين مع الخبرات الكبيرة جدا في تطوير الكرة والرياضة المصرية عموما. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في موضوع الرياضة في مصر. والرياضة مش لعبة يا جماعة، الوقت بقت علم وبقت ثقافة. تشوفوا المغرب دلوقتي، المغرب ده انتوا مش متخيلين ان مكسب المغرب ده هيدر اقتصاد وسياحة كبيرة جدا على المغرب بشكل كبير جدا، وهيدي نظرة للعالم للمغرب دي بشكل كبير جدا، يعني مكاسب كتيرة جدا. احنا خسرنا الحاجات دي بسبب عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب. اتحاد كورة مش متخصص، اتحاد كورة مش قادر ينفذ كلامه، مفيش تخطيط، مفيش. اتمنى يا رب ان احنا نكون نبهنا عن الحاجات المساوئ اللي ممكن من شأنها ان الناس لو عرفتها او وعتها تبدأ تفكر يعني ايه كورة ديت، يعني ايه رياضة، وتعرف ايه السبب الحقيقي، احنا فين وكنا فين وبقينا فين، وشوف الناس سبقتنا ليه، وايه الاسباب اللي الناس سبقتنا فيه. انا طبعا في النهايه وانا بعتذر لكابتن هاني، يمكن الصوت بقى خارج عن ارادتنا، وانا عارف طبعا ان هو عنده مواعيد لانه موجود دلوقتي في دبي. أنا طبعا بشكر اخويا وصديقي وزميل الملاعب وكابتني طبعا كابتن هاني صديق، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ووكيل لاعبين في الوقت الحالي. وطبعا سعيد جدا جدا وفخور انه موجود معايا النهارده. وطبعا بحييه على الحلقه المميزه والافكار الجميله اللي هي بتنم عن انسان وطني مصري صميم، محب للبلد بشكل كبير جدا، وبيقول كلمه الحق. اتمنى ان اصحابنا كلها ان اصحابنا كلها، كل اللي بيسمعوني يعني، اتمنى ان احنا نكون ضفنا لهم حاجه. طبعا من خلال الكابتن هاني بقول لكل اصحابنا وزمايلنا اللي عاشرونا في الملاعب، وخاصه في الفتره اللي كنا فيها في الامارات في اثناء الكوره، كل الشكر والتقدير لحضراتكم. استفدت منكم وتعلمت منكم كتير، وإن شاء الله بإذن الله مكانكم يبقى محفوظ في كورة في مصر أو في مجال الرياضة في مصر زي الأسماء اللي هو ذكرها في بداية الحلقة. وطبعا كل الشكر والتقدير لحضراتكم. طبعا بشكر كابتن هاني طبعا على وجوده معايا، وإن أنا أخدت من وقته كتير. وطبعا أنا طلعت بدري عشان يعني ألحق قبل ما يطلع بره يعني، وقبل ما يتشغل يعني في الشغل بتاعه. فكل الشكر والتقدير لحضراتكم. وطبعا سعيد جدا جدا يعني سعيد جدا جدا بوجودكم معايا وتقديركم ليا، وتحديدا الاستاذ كمال عبد الحميد والاستاذ نشأت رواش اللي دايما يعني بيمتعنا بتعليقاته وبيدينا دافع قوي جدا ان احنا نستمر في ان احنا نقول كلمة حق او نقول كلمة تصب في مصلحة الناس. وغيرهم كتير طبعا، مش عاوز اقول اسماء عشان ما انساش حد، لكن كل الشكر والتقدير لحضراتكم. وان شاء الله باذن الله نكون دايما كلمه حق للناس وكلمه بما يرضي الله نقولها في خدمه بلدنا. والله يشهد على صدق كل كلمه وكل حرف انا بقوله، لان محب جدا للبلد او محب للخير عموما، فبالتالي اكون محب لبلدي. شكرا جزيلا.
وبعتذر طبعا على انقطاع الصوت وربنا ان شاء الله يوفق بلدنا ان شاء الله. وكل الزعل اللي فيه هاني او غيره هاني في عدم وجود منتخب مصر هو محبه للبلد. زعل محبه للبلد، مش نقمه عليها، بالعكس دي محبه وعشق للبلد ديت، لمصر الكبيره يعني. فكل الشكر والتقدير لحضرتك وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.